السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أبطال تالتة إعدادي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وصحة. يا رب كده نكون ماشيين كويس مع بعض في المنهج وبنذاكر الدروس اللي فاتت أول بأول بإذن الله. موعدنا النهاردة مع الدرس الأخير وهو الدرس الثالث عندنا في الوحدة الأولى، ويعتبر ده آخر درس عند حضرتك في الوحدة الأولى. خلاص بقى هنخلص من الوحدة الرخمة دي. عارف إنها وحدة كان دمها تقيل عليكم وكانت رخمة، بس خلاص خلصناها اهو بإذن الله. النهاردة هنتكلم عن الدرس الثالث وهو الدرس الأخير عندنا في الوحدة الأولى. يا شباب عاش عليكم بجد. يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، أهم حاجة عشان الفيديوهات الجديدة يجيلك إشعار إن هي نزلت، عشان دايما تعرف الفيديوهات الجديدة يا شباب أول بأول. يلا يا باشا بقى بسرعة، مش عايزين نطول في المقدمة. وكوباية الشاي بتاعتك أو كوباية القهوة، ويلا بينا نبدأ الحصة بتاعتنا. طيب تفتكر هو احنا لو كنا موجودين في منطقة معينة ونزلت أنا من البيت بتاعي، فانا نزلت رحت مشوار وقعدت الف واروح العتبه واروح مش عارف ايه واروح الكافيه ده واروح المطعم ده واروح كذا مكان، وفي الاخر قمت بعد ما خلصت مشاويري دي كلها رجعت البيت. تخيل ان انت بعد كل ده هقول لك انت عملت حاجه اسمها ازاحه بصفر. تقول لي ايه؟ ازاي يا مستر؟ ده انا رحت هنا ورحت هنا وهنا ولفيت ورجعت، ازاي انا عملت ازاحه بصفر؟ هو ده بقى اللي احنا هنعرفه في درس النهارده. ليه رغم ان انا لفيت اللفه دي كلها في الاخر انا عملت ازاحه بصفر؟ هتعرف في الفيديو ده. هنتكلم فيه على حاجه اسمها الكميات الفيزيائيه القياسيه والمتجهه. تعالى كده اخدك مع بعض او نروح مع بعض كده في جوله صغيره. ايه الفرق يا مستر ما بين الكميه القياسيه والكمية المتجهة؟ تعال نشوف الأول يعني إيه كلمة كمية قياسية. قال لك كلمة كمية قياسية يعني بيكون من اسمها قياسية، يعني ليها وحدة قياس. فأول حاجة بيكون ليها وحدة قياس ومحتاج إن أنا أعرف مقدارها فقط. يبقى الكمية القياسية هي كمية يلزم لتعريفها معرفة مقدارها فقط. معرفة ايه مقدارها؟ محتاج اعرف مقدارها. زي ايه يا مستر الكميات القياسية؟ قال لي مثلا زي الطول مثلا. زي الطول يا شباب، لو انا سألت حضرتك قلت لك هو انت طولك كام، هتقول لي مثلا يا مستر انا طولي حوالي مثلا وليكن 100 متر. 100 متر مثلا، او طول الحاجة معينة مثلا 100 متر. فهتقول انا طولي 100 متر، او طول الحاجة اللي قدامي دي مثلا طول ترابيزة، طول اي حاجة 100 متر. فايه؟ فانا هقول لك خلاص انا مش محتاج منك اتجاه. تمام يا شباب؟ فلو حد قال لي الطول مثلا 100 متر، فانا مش هطلب منه اتجاه. هقول له مثلا الطول ده في اتجاه الشمال ولا في الشرق ولا الغرب. لا، انا مش محتاج بعرف حاجه تاني. خلاص هو قال لي الطول 100 متر فانا بعرف المقدار فقط. فهي دي الكميه القياسيه. زي الطول. هناخد امثله طبعا كمان شويه في الحصه. انما الكميه المتجهه يا مستر، قال لي لا، المتجهه محتاج عشان تعرفها مقدارها، تعرف مقدارها هي بكام يعني واتجاهها. يعني لازم الكميه المتجهه تعرف المقدار بتاعها وتعرف الاتجاه. لما اجي اقول لك مثلا اي مثال يا شباب، حاجه اسمها مثلا الازاحه. يعني خدها كمان شويه، اقول لك الازاحه دي مثلا مقدارها 80 متر في اتجاه الغرب. فلازم عشان اعرف الازاحه تقول لي الجسم ده عمل ازاحه في اتجاه ايه بالظبط، فلازم تعرف الاتجاه. يبقى الكميه القياسيه تاني بيلزم لتعريفها معرفه مقدارها فقط، انما المتجهه لا، يلزم لتعريفها معرفه المقدار والاتجاه، من اسمها مقدار واتجاه. طيب جه بقى قبل كده في الامتحان واداهم سؤال اكمل، قال لهم اكمل يلزم لمعرفه الكميه القياسيه نقط ونقط. الطلبة تنحت قالت لك ازاي؟ ما احنا عارفين والمستر قايل لنا ان الكمية القياسية يلزم لمعرفتها هو مقدارها بس. قال لك لا، ووحدة قياسها. مش المقدار بس، لا، ده المقدار ووحدة القياس. الطلبة بقى قعدت تتلخبط في الامتحان، قال لك ازاي؟ ما المستر قال لنا المقدار بس. قال لك لا، ما هو المقدار ووحدة القياس. خد بالك من الحتة دي عشان مهمة وبتيجي في الامتحانات. سؤال اكمل اهو مهم في اول الحصة. تعالى نخش مع بعض بقى على الكتاب عشان ما نطولش في الجزئية دي كتير. قال لي اهو: يهتم علماء الفيزياء بوصف وتفسير الظواهر الفيزيائية. كلمة الفيزيائية هي الطبيعية يا شباب. وذلك بالتعامل مع الكميات الفيزيائية زي المسافة والزمن والسرعة والعجلة وغيرها. احنا كعلماء فيزياء
بنبدا ان احنا نهتم ان احنا نفسر الظواهر اللي موجوده يا شباب في الطبيعه زي المسافه والزمن والسرعه والعجله وكميات كتير جدا، عن طريق ان احنا بنعمل استنباط علاقات رياضيه بتربط بين الكلام ده كله، وكمان بنحدد وحده قياس بتميز كل كميه عن التانيه. فقال لك عشان يسهلوا على نفسهم بداوا يقولوا لك انواع الكميات الفيزيائيه يقسموها لنوعين: كميات فيزيائيه قياسيه وكميات فيزيائيه متجهه. العلماء عشان يسهلوا الحاجات اللي هم بيدرسوها زي المسافة والزمن والسرعة والعجلة بدأوا ان هم يقسموهم لنوعين من الكميات: كميات فيزيائية قياسية وكميات فيزيائية متجهة. تعال نمسك واحدة واحدة. نمسك اول حاجة الكميات الفيزيائية القياسية. طريقة الشرح دي يا شباب هتكون افضل من السمارت عشان ايه؟ تبقى انت شايف الحاجة قدام عينيك بطريقة كويسة. قال لي الكمية القياسية. قال لي الكمية القياسية تعرفها هي كمية فيزيائية يكفي لتحديدها معرفة مقدارها فقط. يعني أنا عشان أعرف الكمية القياسية دي أعرف المقدار هي بكام بس، ووحدة القياس بتاعتها إيه. تمام؟ زود جنبها بقى ووحدة القياس، لأن أي حاجة من غير وحدة قياس ملهاش لازمة طبعا. اي حاجه عارفين ان هي من غير وحده قياس ما تعرفش ايه. لو جيت قلت لك انا مثلا طولي 50 او الاوضه دي طول مثلا 100 ايه ما اعرفش، فلازم الوحده عشان الوحده هي اللي بتعرفك الكميه. فالكميه القياسيه هي كميه فيزيائيه يكفي او يلزم لتحديدها معرفه مقدارها ايه بس، ولازم يكون طبعا وحده قياس. تمام؟ يبقى الكميه القياسيه اهو لها مقدار فقط وليس لها اتجاه. مش محتاج اقول لك الاتجاه، انا عايز بس تقول لي هي بكام مقدارها ووحده القياس، مش عايز حاجه ثانيه منك. خلاص يبقى الكميه القياسيه يلزم لتحديدها او يكفي لتحديدها ان انا اعرف ايه؟ ان انا اعرف المقدار بس يا شباب. تمام؟ وملهاش اتجاه. امثله اهو، تعال نشوف. قال لي مثلا الطول او المسافه وحده قياسها بالمتر، فلما اجي اقول لك طول الحاجه دي كذا او مسافه دي اللي قطعها الجسم كذا بالمتر، هل انت محتاج تعرف الاتجاه؟ لا، مش عايز اعرف الاتجاه خلاص، فدي كده كميه قياسيه. الزمن طبعا عارفين الزمن بيتقاس بالثانيه. لما اجي اقول لك الزمن مثلا خمس ثواني، هل هتسالني تقول لي هو الاتجاه بتاع الزمن ايه؟ لا طبعا، لان الزمن ملوش اتجاه. الكتله بالكيلو جرام، لو جيت قلت لك كتله الجسم ده مثلا 50 كيلو جرام، هل انت هتقول اتجاهها؟ لا خلاص، تعرف المقدار بس. والسرعه القياسيه، حاجه اسمها السرعه القياسيه بالمتر على الثانيه. السرعه القياسيه اللي هي السرعه العاديه اللي احنا خدناها في اول الوحده خالص. السرعه القياسيه اللي هي السرعه المتوسطه اللي احنا خدناها بالمتر على الثانيه، مش عايز اعرف اتجاه. المساحه مش عايز اعرف برضه اتجاه. الكثافه خلاص، قول لي كثافه الجسم ده مثلا جرام على سنتيمتر مكعب، مثلا 4 جرام لكل سنتيمتر مكعب، خلاص انا عرفت كثافته. هتعرف اتجاه الكثافه؟ لا. يبقى الطول والمسافه والزمن، ما هو الطول يا شباب هو المسافه، خلي بالك. الطول والزمن والكتله والسرعه القياسيه والمساحه والكثافه، كل الكلام ده انا مش محتاج اعرف منك الاتجاه بتاعه، يكفي انك تقول لي هو المقدار بتاعه بكذا، كتله مقدارها كذا، سرعه مقدارها كذا، زمن مقداره كذا، طول مقداره كذا. هل هسالك في الاتجاه؟ لا، مش عايز اعرف منك الاتجاه خلاص. يبقى الكميه القياسيه هي كميه بيلزم لمعرفتها او لتحديدها معرفه مقدارها فقط. طيب الكميه المتجهه من اسمها متجهه يعني ليها اتجاه. قال لك دي كميه فيزيائيه يلزم لتحديدها معرفه مقدارها وايه واتجاه. دي كميه عشان حضرتك تحددها لازم تقول لي المقدار بتاعها يعني هي بكام، وتقول لي اتجاهها فين بالظبط. تمام؟ يبقى الكميه المتجهه لها مقدار ولها اتجاه، ليها اتجاه وليها مقدار. اديني امثله. قال لي زي الازاحه. الازاحه طبعا بالمتر. الازاحه غير المسافه يا شباب، تمام؟ هنعرف الفرق بينهم كمان شويه في القصه. فالازاحه ليها مقدار وليها اتجاه، تقول لي الجسم ده عمل ازاحه في اتجاه الشمال، عمل ازاحه في اتجاه الغرب، وهكذا. تاني حاجه السرعه المتجهه متر على الثانيه، دي غير السرعه القياسيه اللي احنا لسه قايلينها هنا. تمام؟ السرعه القياسيه كميه قياسيه، انما السرعه المتجهه لا، انا اقول لك سرعه مقدارها كذا في اتجاه كذا. تمام؟ لان دي متجهه، هنعرف دلوقتي الفرق بينهم برضه. والعجله، قال العجله متر على الثانيه تربيع، لازم اقول لك العجله دي في اتجاه كذا. تمام؟ القوه، قال القوه ليها طبعا كميه متجهه. ليه؟ لان انا لما اقول لك مثلا انا اثرت على الجسم ده بقوه مثلا 70 مثلا نيوتن، ف70 نيوتن في اتجاه ايه؟ اثرت على الجسم ده في انهي اتجاه بالظبط؟ فلازم اقول لك القوه اللي بتاثر على الجسم في اتجاه كذا. يبقى الازاحه والسرعه المتجهه والعجله والقوه دول من الكميات المتجهه، ليهم مقدار وليهم اتجاه. فهنا بيعرفك بقى الاتجاهات الرئيسيه. تعالى كده نعملهم مع بعض في سلايد ابيض عشان ايه ما ناخد بالنا. قال لي هما الاتجاهات بتاعتنا 4 هم يا شباب، طبعا حاجات ابتدائي والله، دراسات يعني.
قال لي يا مستر اهو فوق هنا بنقول عليه الشمال، واللي تحت خالص الجنوب، ويمنا اليمين بتاعنا الشرق، والشمال بتاعنا الغرب. ولو انا عملت لك من هنا يبقى كده بين الشمال وبين الشرق بقول عليه الشمال الشرقي. طب بين الشمال والغرب بقول عليه الشمال الغربي. طب بين الجنوب والغرب اهو الجنوب والغرب يبقى الجنوب الغربي. طب بين الجنوب والشرق الشمال الشرقي. تمام، دي كده بنقول عليها الاتجاهات الرئيسية اللي موجودة عندنا اهو. ادي يا عم الاتجاهات: شمال، جنوب، يمينك الشرق وشمالك الغرب، بين الشمال والشرق شمال شرقي، وهنا شمال غربي، تحت هنا جنوب غربي، وهنا جنوب شرقي. دي كده الاتجاهات اللي انت محتاج تعرفها عشان تقدر تحدد الاتجاه بتاع الكميات المنتجة. طيب هنا بيقول لي ما معنى ان، يعني ما معنى قولنا ان الزمن كميه فيزيائيه قياسيه. لما اجي اقول لك الزمن كميه فيزيائيه قياسيه ده معناه ايه؟ هتقول لي يكفي لتحديد الزمن معرفه مقداره فقط. بس لما اجي اقول لك الزمن هتقول لي الزمن ب 10 ثواني، خلاص مش محتاج اسال في الاتجاه. يبقى ليه الزمن كميه فيزيائيه قياسيه؟ هتقول لي عشان يكفي لتحديده معرفه المقدار بس، عشان انا لما باجي احدده بقول لك المقدار بس، ما مش محتاج اقول لك الاتجاه. طيب القوة كمية فيزيائية متجهة. ليه القوة كمية فيزيائية متجهة؟ قال لي عشان بيلزم لتحديدها ان انا اقول لك المقدار والاتجاه، عشان لما اجي تسألني تقول لي القوة بكام اقول لك ده القوة دي ب 50 نيوتن في اتجاه الشمال، 50 نيوتن في اتجاه الغرب، في اتجاه الشرق. لازم اسألك على الاتجاه. يبقى ليه القوة كمية فيزيائية متجهة؟ قال لي عشان بيلزم لتحديد القوة ان انا اعرف المقدار بتاعها والاتجاه. يبقى اللي احنا عايزين نطلع بيه من الحتة دي ان الكمية القياسية اعرف المقدار بتاعها بس، الكمية المتجهة اعرف مقدارها واتجاهها بس، خلص للاطلاع. بيقولك تخضع جميع الكميات الفيزيائية القياسية للعمليات الجبرية الحسابية، يعني ان هي بتتجمع وبتطرح لو كان ليها نفس وحدات القياس. تمام، بينما يختص علم جبر المتجهات ان هو بيعمل جمع وطرح للكميات الفيزيائية برضو المتجهة. دي ملحوظة كده اعرفها وخلاص. بيقولك يعني ان الكميات الفيزيائية عموما بتخش في العمليات الحسابية اللي هي الجمع والطرح. تمام. اداء ذاتي. بيديني هنا سؤال اهو، بيقول لي اكمل الفراغات اسفل كل شكل من الاشكال. اول حاجه بيقول لي هنا طول القلم 8 سم. لما انا اجي اسالك اقول لك الطول بتاع القلم ده 8 سم، ده كميه ايه؟ خلاص 8 سم بس، يبقى ده كميه قياسيه. طيب لانه يكفي لتحديدها معرفه مين؟ معرفه المقدار فقط، او معرفه مقدارها فقط. جميل، سؤال سهل. تعال نشوف هنا، بيقول لي سرعة الرياح 20 كيلومتر على الساعة في اتجاه الشرق. قال لك سرعة الرياح بكذا في اتجاه الشرق، يبقى دي كمية. طالما قال لك اتجاه يبقى كمية متجهة، لأنه يلزم لتحديدها معرفة ايه؟ قال لي معرفة المقدار وكمان الاتجاه. معرفة المقدار والاتجاه، أو معرفة مقدارها واتجاهها. 3. كتلة الشخص اللي قدامك ده 115 كيلو جرام. خلاص هو قال لي الكتلة 115 كيلو جرام، كمية ايه؟ خلاص انا مش محتاج اعرف الاتجاه، يبقى دي يا مستر خلاص وانا مغمض كمية قياسية. خلاص يا شباب، في حاجة صعبة في دول؟ اسئلة سهلة جدا جدا ما فيهاش اي حاجة. يبقى انا عرفت خلاص الفرق ما بين الكمية القياسية والمتجهة. اظن ان احنا طولنا فيها جدا والله، وهي مش مستاهلة. بقالنا ربع ساعة بنشرح فيها وهي اصلا مش مستاهلة. يبقى الكمية القياسية بيلزم لتحديدها معرفة مقدارها فقط، انما الكميه المتجهه لا، عشان احددها لازم اعرف المقدار بتاعها والاتجاه بتاعها. خلاص، وخدنا امثله اهو يا شباب. بيسالني سؤال اهو، بيقول لي فكر وراجع الاجابه مع معلمك. تتحرك سياره بعجله موجبه وتصل الى اقصى سرعه بعد 10 دقائق من بدء حركتها بتاثير قوه الدفع الكبيره لمحرك السياره ذو الكتله الصغيره. ما عدد الكميات الفيزيائيه المتجهه في الفقره السابقه؟ عايز يعرف كام كميه متجهه في الفقره اللي هو قالها لك دي. تعال نشوف، نجيب لون تاني عشان ناخد بالنا. قال لي اهو تتحرك سياره بعجله موجبه. اقف، العجله كميه متجهه، يبقى دي يا عم العجله، دي اول حاجه. كمل، وتصل الى اقصى سرعه بعد 10 دقائق. ماشي، السرعه كميه قياسيه و10 دقائق اللي هو الزمن قياسيه، مفيش حاجه تانية متجهه. من بدء حركتها بتاثير قوه الدفع. قوه القوه دي كميه متجهه، يبقى القوه. ماشي كمل. لمحرك السيارة ذو الكتلة الصغيرة، الكتلة لا قياسية خلاص، يبقى كام واحدة متجهة؟ 2، العجلة والقوة. خلاص خلص، السؤال خلص. سؤال سهل وبسيط. قال لك كام عدد الكميات القياسية اللي في الفقرة متجهة؟ أنا آسف يا شباب، قال لك كام عدد الكميات الفيزيائية المتجهة في الفقرة؟ أنا عندي العجلة والقوة، هم دول بس الكميات الإيه؟ المتجهة، الباقي كله قياس. سؤال سهل مفيش أي حاجة.
قال لي تعالى بقى نشوف الاختلاف بين بعض الكميات الفيزيائيه المتشابهه. زي ما احنا قلنا ان احنا في الاول هنفرق ما بين حاجتين، المسافه والازاحه قلنا هنعرف الفرق بينهم كمان شويه، والسرعه القياسيه والسرعه المتجهه برضو قلنا هنعرف الفرق كمان شويه. تعالى بقى نخش على الفرق. قال لي هناك بعض الكميات الفيزيائيه التي قد تبدو للوهله الاولى انها متشابهه. لو انت جيت بصيت هتقول لي ده المسافه شبه الازاحه والسرعه القياسيه شبه المتجهه. لا، انت من النظره الاولى، الوهله الاولى دي يعني النظره الاولى، هتحس ان هما الاتنين شبه بعض، لكن الفرق بينهم شاسع اهو. الا انها تختلف في مفهومها اختلافا كبيرا. هنعرف بقى الفرق بين المسافه والازاحه، والفرق بين السرعه القياسيه والسرعه المتجهه، وبكده نخلص الحصه بتاعتنا والدرس يخلص اصلا. تعال نبدا مع بعض بالراحه. سمي الله وكوبايه القهوه او الشاي، يلا صح صح كده عشان الجزء اللي جاي ده مهم جدا جدا جدا. ده اصلا يعتبر الدرس كله، فركز. قال لي المسافه والازاحه. تعالى كده نروح على سلايد ابيض عشان افهمك الفرق بكل بساطه. بالراحه كده. الفرق بين المسافه والازاحه في حاجه واحده بس. المسافه، انا مثلا قمت خارج من بيتي، رحت شويه، مشيت مسافه مثلا 40 متر، رحت السوبر ماركت، بعد كده من السوبر ماركت ده قمت ماشي شويه كمان رايح المدرسه، مشيت مثلا حوالي 20 متر. فلما اجي اقول لك المسافه هتقول لي انت المسافه اتحركت من بيتك لحد السوبر ماركت، ومن السوبر ماركت مشيت لحد المدرسه، يعني انت مشيت 40 و20، بس دي كده المسافه. انما بقى اما اجي اقول لك الازاحه هتقول لي بص، الازاحه هو اقصر مسافه او خط مستقيم بين نقطه البدايه ونقطه النهايه. نقطه البدايه هو البيت بتاعي، نقطه النهايه المدرسه. قال لي وصل بينهم خط، هي دي كده الازاحه. بس يا عمنا، المسافة أنا مشيت من بيتي رحت السوبر ماركت، بعدين رحت عديت على صاحبي خدته، بعدين رحنا المدرسة، اجمع لي كل اللي أنت عملته، دي المسافة. إنما الإزاحة لا، في نقطة البداية البيت، في نقطة النهاية المدرسة، وصل لي بينهم خط وهات لي الإزاحة، خلاص. لأن المسافة بتقعد تلف كتير، إنما الإزاحة لا. قال لي أقصر خط، تعمل خط مستقيم ما بين نقطة البداية اللي أنت خرجت منها لنقطة النهاية، توصل بينهم خط وتقول لي طوله كام، خلصت. فهمنا؟ ده الفرق بكل بساطه. انما المسافه بقى بتجمع كل اللي انت اتحركته. تعال نشوف دلوقتي اهو. لمعرفه الفرق ما بين المسافه ف والازاحه ف عليها شرطه كده. قال لي ف دي كده المسافه، لما يجيب لك ف كده دي معناها المسافه، انما ف وفيها شرطه كده دي معناها الازاحه، لان الازاحه كميه متجهه، والسهم اللي فوق ده معناه الاتجاه يا شباب. ناخد بالك. فبيقول لي عشان افرق ما بين المسافه ف والازاحه ف داش، قم بدراسه الشكل المقابل والذي يعبر عن مسار تلميذ. اهو تلميذ بيبدا حركته من المنزل اللي هو من النقطه ايه، قال لي اهو بدا ان هو يتحرك من المنزل اللي هو النقطه ايه حتى يصل الى المدرسه اللي هي النقطه سي، مرورا بالسوبر ماركت النقطه بي. قال لي خرج من المنزل ايه، مشي لحد السوبر ماركت اللي هو بي، بعد كده مشي لحد المدرسه اللي هو النقطه سي. ده كده المسافه، مشي 40 متر، بعد كده مشي 30 متر. تمام، هنمسح عشان نشوف بس كام دي بالظبط. 30 متر. يبقى هو مشي يا مستر 40 متر، بعد كده مشي 30 متر. دي المسافة اللي قطعها، مشي من المنزل لحد السوبر ماركت، ومن السوبر ماركت راح المدرسة. طيب لما جه بقى دي كده المسافة، يبقى مسافة 40 و30 70. طب الإزاحة، قال الإزاحة في نقطة البداية المنزل، في نقطة النهاية قال المدرسة. قال لي وصل بينهم خط مستقيم زي ما انت شايف كده، خط مستقيم ما بين نقطة البداية والنهاية. قال لي يا مستر من فيثاغورس اهو، ده كده زي مثلث قائم. من فيثاغورس تجيب دي ب50، جذر 30 تربيع زائد 40 تربيع يطلع لك 50 متر اللي هو الازاحه. خلصت. في اتجاه ايه بقى؟ قال لي بتقف عند نقطه البدايه اهو، وبتطلع الاتجاهات بتاعتك، المحاور بتاعتك اهو. قال لي كده خارجه فين؟ قال لي خارجه في اتجاه، قال لي يا مستر ده الشمال وده الشرق، يبقى هي ماشيه في اتجاه الشمال الشرقي، يبقى 50 متر في اتجاه الشمال الشرقي. تقول له كده 50 متر اهو في اتجاه الشمال الشرقي، يبقى 50 متر في اتجاه الشمال ايه؟ 50 متر في اتجاه الشمال الشرقي. خلاص كده خلصت. يبقى ده كده الفرق بين المسافة والإزاحة. المسافة بتجمع كل اللي هو اتحركه، إنما الإزاحة لأ، من نقطة البداية لنقطة النهاية بتشد لي خط، وبتقول لي مثلا الخط ده قيمته كام، بعدين تقول لي الاتجاه، بتعمل المحاور من عند نقطة البداية، المحاور من نقطة البداية. احنا شفنا المحاور بين الشمال وبين الشرق اهو، الخط اللي خارج يا شباب ده بين مين ومين اهو، خط اهو بين الشمال وبين الشرق، يبقى مصر اتجاه الشمال الشرقي اهو. هنا بقى بيحل بيقول لك ومنه يتضح ان، نمسح العك ده عشان ايه الناس تركز. بيتضح ايه؟ بيتضح اهو ان المسار الفعلي
المسار الفعلي الذي قطعه التلميذ من موضع بداية الحركة حتى موضع نهاية الحركة، اللي هو من النقطة A B، اللي هو اتحرك من A B اللي هو من المنزل للسوبر ماركت، بعد كده اتحرك لحد B C اللي هو من السوبر ماركت لحد المدرسة، 40 زائد 30 70 متر. وتسمى الكمية القياسية 70 متر بالمسافة. خلاص، من المنزل اهو لحد السوبر ماركت، ومن السوبر ماركت للمدرسة 40 متر و30 متر. خلاص كده، دي كده المسافة اللي هو قطعها. فالمسار الفعلي اللي قطعه التلميذ من اول ما بدأ الحركة لحد النهاية، بتجمع كل اللي هو مشيه، فدي كده المسافة. فالمسافة تعرفها هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة إلى الموضع النهائي له. هو مشي من هنا لهنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا، من هنا، بتجمع من هنا لهنا، ومن هنا لهنا، ومن هنا لهنا، ومن هنا لهنا، بتجمع كل اللي مشوا بالبلدي، كل اللي اتحركوا بتجمعه. فالمسافة هي طول المسار الفعلي اهو، طول المسار اللي بيسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة إلى الموضع النهائي. أي حاجة بيمشيها بتجمعها، ده المسافة. طيب يا مستر الإزاحة، قال التلميذ أصبح على بعد اي سي، خلاص في نقطة البداية المنزل، في نقطة النهاية المدرسة، وصل خط بينهم أهو. شوف له طول الخط ده كام، طلع ب50 متر من النقطة A، أي على بعد 50 متر شمال شرق موضع بداية الحركة أهو. هو عمل لك هنا الاتجاه ده، أنت بتعملها من عند نقطة البداية أهو. إحنا قلنا خارج من الشمال الشرقي، خلاص. والكمية المتجهة بنقول عليها ساعتها 50 متر شمال شرق بالإزاحة فيه، ويعرف مقدارها 50 متر بمقدار الإزاحة. يبقى كده خلاص الإزاحة كمية متجهة، لازم أقول الكمية بتاعتها بكام والاتجاه. طب تعرفها، قال المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت، يعني اتجاه واحد، لازم يكون اتجاه واحد يا شباب، من نقطة البداية لنقطة النهاية بتشد خط. يبقى الإزاحة دي المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت أو واحد من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهائي له. طب مقدار الإزاحة، المقدار غير الإزاحة، المقدار ده اللي هو الرقم بس، ده طول أقصر خط مستقيم بين موضعي نقطة النهاية والبداية. بالبلدي لو أنا عامل خط كده، طول الخط ده من نقطة البداية لنقطة النهاية، ده مقدار الإزاحة من غير اتجاه. تقول لي طول الخط ده وليكن 50 متر، ده كده مقدارها. انما الازاحه ذات نفسها تقول لي ده 50 متر في اتجاه الشرق، 50 متر في اتجاه الغرب، 50 متر في اتجاه الشمال الشرقي، وهكذا. يبقى تاني، المسافه طول المسار الفعلي اللي بيسلكه الجسم المتحرك من نقطه البدايه لحد النهايه. انما الازاحه هي المسافه المقطوعه في اتجاه ثابت، يعني اتجاه واحد من موضع بدايه الحركه نحو الموضع النهائي. بتقول لي في نقطة البداية اهي يا مستر، في نقطة النهاية اهي، شد لي بينهم خط، شوف لي طوله كام، خلاص كده الازاحة خلصت. بعد كده شوف لي الاتجاه، بنحدد الاتجاه من عند نقطة البداية وبنعمل المحاور. صعب الكلام؟ صعب حاجة؟ في حاجة صعبة بين المسافة والازاحة؟ اظن الموضوع سهل وبسيط، لما ناخد مسائل هتلاقي الموضوع اسهل بكتير. بفرق بين الازاحه والمقدار. المقدار اللي هو الرقم بس، انت عارف ان الازاحه كميه متجهه ليها مقدار وليها اتجاه. فلما يقول لك هات لي الازاحه هتقول له 50 متر في اتجاه الغرب مثلا. انما لما يقول لك هات لي مقدار الازاحه، مقدار يعني الرقم بس اللي هو 50 متر بس. في حاجه صعبه؟ بيسالني اهو، بيقول لي ما معنى ان المسافه اللي قطعها جسم تساوي 5 متر؟ المسافة هتقول لي يا مستر أي أن طول المسار الفعلي اللي بيسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة للموضع النهائي 5 متر. طب معنى ايه ازاحه جسم تساوي 10 متر شرقا؟ يا مستر ده المسافه المقطوعه في اتجاه الشرق من موضع بدايه الحركه لحد الموضع النهائي 10 متر بس. المسافه اللي قطعها في اتجاه ايه؟ في اتجاه الشرق من موضع بدايه الحركه للنهايه هو 10 متر. خلاص خلصت. طب بيسألك هنا بيقول لك ليه تعتبر المسافة كمية فيزيائية قياسية؟ تقول له لأنه يلزم لتحديدها معرفة مقدارها بس، عايز أعرف المقدار بس. طب ليه الإزاحة متجهة؟ قال لي لأنه يلزم لتحديدها معرفة مقدارها وإيه؟ واتجاه. صعب الكلام؟ سهل. قال لي هنا تطبيق، بيقول لي الشكلان التاليان يوضحان مسارين مختلفين لسيارة من المنزل الموضع الابتدائي المنزل إلى المصنع اللي هو الموضع النهائي. قال لي عربية بتتحرك من البيت لحد المصنع أهو، عربية ماشية من البيت لحد المصنع. فبيقول لي المسار الأول اللي هي مشيت فيه زي ما أنت شايف كده المسار معوج شوية، إنما المسار التاني بص خلاص خط مستقيم على طول. فده المسار الأول وده المسار التاني. فبكل بساطة العربية في المسار الأول ماشية على طريق متعرج، يعني بتلف يمين وبتلف شمال يعني ماشية في طريق مش مستقيم. فالمسافة هنا هتكون أكبر من الإزاحة، لأن المسافة مشي من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا وهكذا، فبتجمع حاجات. فبالتالي المسار بتاعك كبير، فالمسار طول ما هو كبير بيخلي المسافة كبيرة، فهنا المسافة أكبر من الإزاحة. إنما هنا قال لي هنا المسافة بتساوي الإزاحة، لأن المسافة طول الخط اللي هو مشيه ده
طب الازاحه قال لي في نقطه البدايه المنزل، في نقطه النهايه المصنع، وصل لي بينهم خط، قال لي كده كده هو اصلا المسافه خط. خلاص يبقى الاثنين هيساووا بعض، في الحاله دي هيساووا بعض. فبيقول لك المسافه اللي قطعتها السياره في المسار الاول ايهما اكبر؟ المسافه اللي قطعتها السياره في المسار الاول ولا في الثاني؟ طبعا المسافه اللي قطعتها في المسار الاول هتكون اكبر لانه لف كتير، فالمسافه بالنسبه له كبيره. انما الازاحه اللي حدثتها السياره في المسار الاول ولا الازاحه في المسار الثاني؟ مين اللي اكبر؟ الازاحه اللي عملتها في السياره قال لي طبعا الازاحه هتساوي بعض. هنا او هنا كده كده انت هنا هتاخد برضو خط مستقيم، هنا الازاحه خط مستقيم. تمام. الازاحه اللي احدثتها السياره في المسار الاول ولا في المسار الثاني ايهما اكبر؟ الازاحه هي يا شباب، لان هي نفس المسافه، نفس المسافه اللي قطعها من نقطه البدايه لنقطه النهايه، بتشد خط على طول، فهي الازاحه متساويه. بس المسافه هي اللي اتغيرت، لان هنا المسافه كانت خط مستقيم على طول، انما الناحيه الثانيه كانت المسافه لا مش خط مستقيم، قعد يلف شويه فالمسافه كانت كبيره. يبقى في المسار الاول المسافه هنا كانت اكبر من الازاحه، تمام. انما في المسار الثاني لا، المسافه هي الازاحه، لان كده كده المسافه برضو الخط المستقيم اللي هو مشي. خلاص. في حاجه صعبه في الحته دي؟ وبقى بشكل عام بتختلف المسافه باختلاف مسار الرحله، بينما الازاحه بتظل ثابته مهما اختلف المسار، لان احنا قلنا الازاحه هنا هي. يبقى المسافه هي اللي بتختلف باختلاف مسار الرحله، على حسب مسار الرحله اللي انت ماشي فيه المسافه هتختلف. انما الازاحه لا، الازاحه هتفضل واحده بس مهما المسار بتاعك اختلف، لان هي المسافه من نقطه البدايه لنقطه النهايه. خلاص فهمنا؟ يبقى تاني حلوه الملحوظه دي، حلوه جدا ومهمه. يبقى المسافه هي اللي بتختلف من مسار للتاني على حسب مسار الرحله اللي انت ماشي فيه، انما الازاحه لا، ثابته مهما اختلف المسار، مش هتتغير. خلاص. هنا بقى ارشادات خاصه لحل مسائل المسافه والازاحه في خط مستقيم. تعال ناخد مثال. هنا مديك شويه ملاحظات، والملاحظات دي هتحل عليها مسائل بعد كده، ركز. يقول لك اذا تحرك الجسم في خط مستقيم واتجاه ثابت من النقطه ا للنقطه ب. الشكل اهو، قال لي الجسم اتحرك في خط مستقيم وفي اتجاه ثابت من النقطه ا للنقطه ب. هات لي المسافه، قال لي المسافه هو طول المسار من ا ل ب. خلصت. فالمسافه المقطوعه اللي هي ف هتساوي ا ب، اللي هو طول المسافه يعني. طب هات لي الازاحه اللي هي ف عليها متجهه. قال لي الازاحه، قال لي في نقطه البدايه ا، في نقطه النهايه ب، قال لي اعمل بينهم خط مستقيم. فخلاص، فالازاحه هي المسافه، يبقى الازاحه هتساوي ا ب وعاملها متجهه في اتجاه ايه؟ في نقطه البدايه. قال لي ا، يبقى اعمل عندها المحاور، امسح ا، اعمل عندها المحاور اهو، المحاور اهو. قال لي ماشيه في اتجاه ايه؟ قال لي ماشيه في اتجاه الغرب يا مستر، اللي هو الاتجاه ده، يبقى الازاحه هتكون في اتجاه الغرب. تمام. خلص. يبقى في الحاله دي المسافه هتساوي الازاحه. يبقى امتى المسافه هتساوي الازاحه؟ قال لي لما يتحرك الجسم في خط مستقيم واتجاه ثابت. تمام. تعال نشوف يا شباب مثال على الحته دي عشان نفهم بارقام. قال لك لو الجسم اتحرك اهو من النقطه ا لحد النقطه ب، مثلا مسافه 5 متر، فقال لي هات لي المسافه. قال لي المسافه بتساوي المسار اللي اتحركه. قال له هو يا مستر ال 5 متر. خلاص خلص. طب هات لي الازاحه اللي هي الف عليها علامه متجه. قال لي الازاحه في نقطه البدايه ا، في نقطه النهايه ب، شد لي بينهم خط اهو، ده كده يا مستر الخط. قال لي الخط طوله 5 متر، يبقى 5 متر في اتجاه ايه؟ قال لي بقف عند نقطه البدايه وبعمل المحاور. ادي يا عم المحاور. في اتجاه ايه يا عم؟ نعمل محاور بلون تاني عشان تاخد بالك. ادي يا مستر. قال لي ماشي في الاتجاه ده يا مستر، ده اتجاه الغرب، يبقى 5 متر غربا. ففي الحاله دي الاتنين ساووا بعض كمقدار بس. خلاص خلصت. تمام يا قلب المستر. اصحى كده يا بطل، انت في ثالثه اعدادي، فوق. الموضوع سهل. يبقى لو الاتنين ماشيين في خط مستقيم واتجاه ثابت يبقى المسافه هتساوي الازاحه. طب يا مستر لو في اتجاهين متضادين، من ا ل ب ثم من ب ل ج، بالراحه. يعني مشي يا مستر، ركز، من ا لحد ب اهو، بعد كده يا مستر رجع من ب لحد ج، ماشي. فالمسافه، قال لي المسافه هتبقى من ا لحد ب كلها، بعد كده من ب لحد ج، هتجمع كل دول. طب الازاحه، قال لي في نقطه البدايه، امسح في نقطه البدايه، نقطه البدايه ا، في نقطه النهايه، نقطه النهايه فين يا ابني؟ نقطه النهايه يا مستر خلاص ج. خلاص. شوف لي بقى طول الخط ده كام، هي دي الازاحه، طوله كام؟ فالازاحه هي ا ج. طب هجيبها منين؟ قال لي ا ب كلها شوفها بكام، اطرح منها ب ج، هتشوف دي كلها بكام على بعضها، الخط ده كله بكام؟
تمام، وتطرح منه الحته دي بس. طالما طرحت الحته دي تجيب بقى الحته دي، خلصت. يبقى هو الف ب ناقص ب ج في اتجاه ايه؟ قال لي يا مستر عند نقطه البدايه بعمل المحاور اهو. في اتجاه ايه؟ قال لي يا مستر ماشي كده، يبقى في اتجاه الغرب. يبقى في اتجاه الغرب، خلصت. صعبه؟ يبقى انا جبت نقطه البدايه والنهايه وشديت بينهم خط. طب انت عشان تجيب الخط ده اللي هو الحته الصغيره دي، قال لي يا مستر هتشوف الخط ده كله طوله كام وتطرح منه الحته دي، تبقى انت جبت دي. رياضه مش محتاجه، خلصت. نشوف الحالة التالتة. قال لي يا مستر بقى ركز في الحتة اللي جاية عشان مهمة أوي. قال لي لو الاتنين في اتجاهين متعامدين من ألف ل ب، ماشي، مشي من ألف ل ب أهو، جميل، ثم من ب ل ج، ماشي أهو. قال لي المسافة، قال لي المسافة ألف ب اللي أنت مشيتها زائد ب ج أهو، ألف ب زائد ب ج. طيب ماشي ماشي ماشي. الإزاحة، قال لي الإزاحة هو فين نقطة البداية؟ قال لي نقطة البداية ألف، نقطة النهاية ج، شد لي بينهم خط. طب الخط ده انا هجيب طوله ازاي؟ قال لي من فيثاغورس. مش ده مثلث قائم الزاويه اهو، مثلث قائم اهو. قال لي يا مستر هتجمع، هتجيب الضلع ده تشوف بكام والضلع ده تشوف بكام وتجيب الجذر بتاعهم، جذر الضلع ده تربيع زائد الضلع ده تربيع يطلع لك الوتر اهو. يبقى الازاحه الف ج على بعض. هتقول لي الجذر التربيعي الالف ب زائد الجذر التربيعي الب ج، طبقا طبعا لنظريه فيثاغورس. في اتجاه ايه؟ قال لي يا عم في تاني عايز تعرف الاتجاه؟ اه يا مستر عايز اعرف الاتجاه. في نقطه البدايه الف، اقف عندها واعمل المحاور اهو. ادي المحاور. قال يا مستر هما ماشيين فين؟ ماشيين كده في اتجاه ايه؟ في اتجاه الجنوب الغربي، في اتجاه الجنوب الغربي. خلصت، خلصت والله. ادي خدنا 3 حالات وانت مش واخد بالك اهو. خدنا الحاله دي ودي ودي، خدنا 3 حالات وانت مش واخد بالك. سهله والله العظيم سهله، ولما ناخد امثله كمان هتلاقيها بسيطه. الحاله يا مستر اللي بعد كده، قال لي لو ماشيين في 3 اتجاهات متعامده. قال لي مشي من الف ل ب، ماشي، ثم من ب ل ج، ماشي، ثم من ج ل د، ماشي يا مستر اهو. قال لي المسافه، قال لي المسافه الف ب اللي مشيها، بعد كده مشي من ب ل ج، اجمع، بعد كده من ج ل د. خلاص المسافه اللي انت مشيته كله من الف ل ب ومن ب ل ج ومن ج ل د، كل اللي انت مشيته هي دي المسافه. طب الازاحه، قال لي الازاحه لا، في نقطه البدايه الف يا مستر هي نقطه البدايه، في نقطه النهايه د يا مستر، شد لي خط بينهم. خلاص، ما انت عارف ان ده قدامك مربع. قال لي يا مستر ده لو 7 يبقى ده 7، ده لو 9 يبقى ده 9. خلاص، يبقى اهو الف الف د في اتجاه ايه يا مستر؟ تعال نقف عند نقطة البداية. فين نقطة البداية؟ اهو ركز والله العظيم حاجات سهلة جدا. قال لي ألف، اعمل المحاور عندها. قال لي يا مستر هو ماشي كده تحت اهو، في اتجاه مين؟ في اتجاه الجنوب. خلاص، يبقى دي يا مستر الحالة الرابعة. خدنا 4 حالات. جميل جميل جميل. طب يا مستر لو مشي بقى في أكتر من اتجاه ثم عاد لنقطة البداية، ركز بقى يا معلم. قال لي بص هنا، قال لي الراجل هنا مشي من ألف ل ب، ماشي، بعد كده رجع من ب لألف، يبقى مشي، يبقى المسافة ضعف ألف ب. ما هو مشي من الأواخر، المسافة دي مثلا لو 4 متر، هو مشي من ألف ل ب 4 ورجع من ب لألف تاني، يبقى 8، يبقى 2، يبقى ضعف ألف ب. لو هي ب 4 اضربها في 2. طب الإزاحة، قال لي يا عم ركز بقى في الحتة عشان مهمة. الإزاحة قال لي يا مستر نقطة البداية ألف ونقطة النهاية برضو ألف. ما هو مشي من ألف ل ب، بعد كده رجع من ب لألف، رجع تاني لألف، رجع لنقطة البداية، يعني نقطة البداية هي النهاية، يبقى الإزاحة بصفر. خلاص، نقطة البداية هي النهاية، لما تيجي تشد خط مش هتعرف تشد خط، خلاص مفيش، صفر. طب يا مستر تعال نشوف دي. قال لي هو اتحرك هنا يا مستر من ألف لحد ب، ماشي، ومن ب لحد ج، ماشي، ومن ج لحد ألف. قال لي المسافة، قال لي المسافة من ألف ل ب زائد من ب ل ج زائد من ج ل د، من ج لألف آسف، دي المسافة. طب الإزاحة، قال لي الإزاحة يا مستر فين نقطة البداية؟ ألف، فين نقطة النهاية؟ برضو ألف، يبقى صفر يا مستر. خلاص، هي نقطة البداية هي نقطة النهاية، فالإزاحة بصفر. تعال نشوف هنا. قال لي يا مستر اتحرك من ألف ل ب، جميل، ومن ب ل ج، ماشي، ومن ج ل د، ومن د لألف. طب المسافة، قال لي مسافة من ألف ل ب زائد من ب ل ج، احنا بنجمع كل اللي احنا مشيناه بقى، زائد من ج ل د زائد من د لألف. خلاص دي يا مستر المسافة. طب الإزاحة يا باشمهندس أو يا دكتور؟ قال لي الإزاحة يا مستر في نقطة البداية ألف، في نقطة النهاية برضو ألف، يبقى يا مستر نقطة البداية هي النهاية، يبقى الإزاحة بصفر. خلاص مش محتاجين نفكر تاني. يبقى يا مستر لو الجسم لف 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 ورجع نقطة البداية هي نقطة النهاية، يبقى بصفر. طالما لف ورجع لنفس المكان يبقى بصفر. فهمنا يا شباب؟ كل دول خطوات الرياضة وهنعرفهم دلوقتي لما نحل المسائل، سهلين جدا والله العظيم، التريكات دي كلها سهلة.
يا ريت نركز عليها ونعيد عليها مره واثنين وثلاثه، ترجع الفيديو تاني، ما تقلقش انا كده فهمتك. تعالى بقى نخش بقى نحل بارقام بقى ونشوف الدنيا فيها ايه. هنا بقى بيسالني بيقول لي متى يحدث كل مما يلي، عايز يعرف بقى امتى يتطابق مقدار الازاحه الحادثه مع المسافه. قلنا امتى المسافه تساوي الازاحه؟ لو اتحرك الجسم في خط مستقيم او في اتجاه ثابت اهو، عندما يتحرك الجسم في اتجاه واحد في خط مستقيم. فاكر لما عملنا الصفحه البيضاء وقلت لك تعال نشوف لما عملنا الخط المستقيم كده اهو، قلت لك مثلا طوله 5 متر، قال لي هنا الاثنين هيبقوا واحد. قال لك بص هو بيقول لك مقدار يا شباب، ما قالكش الازاحه، ان المقدار معناها الرقم بس. تمام، فبيقول لك امتى هيتطابق، يعني هيتساوى مقدار الازاحه مع المسافه، مقدار اللي هو الرقم. تمام، لان لو قال لك الازاحه بس يبقى المفروض يبقى مقدار واتجاه. تمام، فعشان كده هو قال لك مقدار بس. تمام، قال لك امتى هيتساووا لو هما الاثنين، او لما يتحرك الجسم ده في خط مستقيم يعني ماشي في اتجاه واحد، الاثنين هيبقوا قد بعض. طيب امتى هيكون مقدار الازاحه اقل من المسافه؟ قال لي اهو، قال لي لما يتحرك الجسم في مسار منحني، يعني في عده اتجاهات مختلفه. يعني بص هنا المسافه، الجسم مشي من هنا لهنا كده، بص شايف المسافه كبيره ازاي، انما الازاحه نقطه البدايه لنقطه النهايه اهو على طول، دي الازاحه. فبالتالي الازاحه هنا هتبقى اقل من المسافه. امتى الازاحه هتبقى اقل من المسافه؟ قال لي لو الجسم ده اتحرك في مسار منحني، قاعد يلف كتير يعني في كذا اتجاه. تمام، فبالتالي المسافه هتبقى اكبر. طيب تالت حاجه، امتى هتتساوى الازاحه التي يحدثها جسمين مختلفين؟ امتى الازاحه هتساوي لو لما يحدثها، يعني امتى تتساوى الازاحه اللي تحدثها جسمين؟ قال لي عندما يكون لهما نفس مقدار الازاحه وبيتحركان في نفس الاتجاه. يبقى الازاحه هتتساوى لو عندي جسمين مختلفين. امتى الازاحه بتاعتهم تبقى واحده؟ قال لي لما الاتنين دول يكون ليهم نفس المقدار بتاع الازاحه وبيتحركوا في نفس الاتجاه. يعني 5 متر وهنا 5 متر، هنا في اتجاه الشمال وهنا في اتجاه الشمال. لازم يكونوا الازاحه هتتساوى امتى؟ لما الاتنين يكون ليهم نفس المقدار ونفس الاتجاه. تمام. طيب امتى الازاحه الجسم تكون صفر؟ قال لي عندما يعود الجسم لموضع بدايه الحركه، يعني يكون الموضع النهائي للحركه هو نفس الموضع الابتدائي. يعني الجسم قعد يلف يلف، مشي من نقطه الف، قعد يلف 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 وفي الاخر رجع تاني للنقطه الف، يبقى بصفر. خلاص، تاني هنراجع تاني على الكلام. امتى الازاحه هتبقى زي المسافه؟ قال لي لما الجسم يمشي في خط مستقيم، يعني ماشي في اتجاه واحد كده، المسافه قد الازاحه. طب امتى الازاحه تكون اقل من المسافه؟ قال لي لو الجسم ده لف في كذا اتجاه معين وكذا كذا مسار، فالمسافه بتاعته تبقى اكبر من الازاحه. امتى الازاحه هتتساوى مع جسمين مختلفين؟ قال لي لو هما الاثنين ليهم نفس المقدار بتاع الازاحه، هنا 5 متر وهنا 5 متر، وكمان ليهم نفس الاتجاه، يعني هنا شرق وهنا شرق. طب امتى الازاحه تكون بصفر؟ قال لي لما الجسم يرجع لموضع البدايه، يعني البدايه بالنسبه له هي النهايه. خلاص، في حاجه صعبه؟ تعالى يا عم نحل اهو امثله عشان نوضح الكلام. دول كده الامثله اللي احنا هنحلهم، سهله جدا جدا والله، الموضوع سهل ما فيهوش اي حاجه. يلا يا بطل بقى، كوبايه الشاي بتاعتك او القهوه، وركز بقى في الاسئله، مالكش دعوه بالحل، فكك من الحل المحلول ده. كوبايه الشاي بتاعتك او القهوه، ويلا بقى ركز معايا في الاسئله. احنا كده فهمنا كل حاجه خاصه بالازاحه والمسافه. تعال نشوف. بيقول لي في الشكل المقابل بدأ جسم حركته من النقطة ألف، ماشي، متجها إلى النقطة ج مرورا بالنقطة ب، عايز المسافة اللي قطعها الجسم. ماشي يا عم، أنت قلت لي الجسم ده اتحرك من النقطة ألف، ماشي، من ألف لحد ب، يعني مش 40، ومن ب لحد ج مرورا بالنقطة، تمام، مشي لحد ج 30. يبقى المسافة يا مستر هتبقى 40 زائد 30، 70 متر. أهو المسافة من ألف ب زائد ب ج 40 زائد 30، 70 متر. جميل. يبقى مستر المسافة اللي عملها الجسم ده 70، اللي هو المسار اللي مشيه كله. تمام. ايه الازاحة اللي احدثها الجسم؟ قال لي في نقطة البداية ألف، ركز. في نقطة النهاية قال لي يا مستر نقطة النهاية ج، وصل بينهم خط اهو يا مستر. قال لي يا مستر مش ده مثلث قائم؟ اه يا مستر. والضلع ده ب 40 والضلع ده ب 30، اه يبقى ده كده الوتر، يبقى جذر 40 تربيع زائد 30 تربيع يا شباب على الآلة بتاعت حضرتك اهو. جذر 40 تربيع زائد 30 تطلع معاك 55 متر. وقف. 50 متر فين الاتجاه؟ الازاحه لازم الاتجاه، الازاحه كميه متجهه يلزمها مقدار واتجاه. لو قلت 50 متر وسكت غلط. تعالى يا مستر نحسب. قال لي فين من يا مستر البدايه؟ سيبك بقى من اللي احنا عملناه ده. فين البدايه؟ نقطه البدايه الف، اعمل بقى المحاور عندها يلا. الف ادي المحاور اهو يا مستر. قال لي يا مستر هو الجسم ماشي فين؟ ماشي كده اهو اهو ده الخط بتاعه. قال لي يا مستر ماشي في اتجاه الجنوب الشرقي، بقى 50 متر في اتجاه الجنوب الشرقي. كده خلصت. يبقى المسافة 70 متر والإزاحة 50 متر في اتجاه الجنوب الشرقي. خلصت خلاص. مش عايزين حاجة تاني منك والله، شكرا. ده كده المثال الأولاني. تعال نشوف اللي بعد كده.
بيقول لي يا مستر في الشكل المقابل تحرك جسم من النقطة أ ماشي إلى النقطة ب ثم غير اتجاهه للنقطة ج ماشي. احسب المسافة الكلية اللي قطعها الجسم. ركز. قال لي يا مستر هو مشي من أ لحد ب، مشي من أ لب مرة واحدة. جميل. بعد كده غير اتجاهه للنقطة ج، هو عايز المسافة. طب ركز كده. قال لك هو المسافة هنا من أ لب دي كام؟ أنا مش عارف. قال لي بص هو مديك لحد هنا المسافة دي باتنين، يبقى أكيد دي بواحد ودي بواحد ودي بواحد ودي بواحد، كلهم بوحايد. تمام. فالمسافة قال لك المسافة الأول هو مشي من أ لحد ب، أدي واحد. ماشي، مشي من أ لحد ب، فواحد. اتنين أهو بص، اتحرك من النقطة أ للنقطة ب. تمام. أدي كده واحد، وواحد اتنين، وواحد تلاتة، وواحد تاني أربعة، يبقى مستر أربعة. من أ لب أربعة خلاص. زائد. قال لي يا مستر غير اتجاهه للنقطة ج، مشي لحد النقطة ج أهو بص، مشي لحد النقطة ج أهو. أي نقطة ج دي واحد، يبقى واحد يا مستر. يبقى يطلع معايا 5 متر. خلصت. يبقى هو يا مستر المسافة الكلية اللي قطعها الشخص من أ لب. قال لي هو مش مشي من أ لب؟ قال لي يا مستر من أ لب على بعضها ب 4 متر. ماشي. بعد كده مشي من ب لج دي واحد، ما احنا قسمنا قلنا واحد وواحد اهو، هنا دي اتنين، بعد كده تلاتة، بعد كده دي واحد يبقى 4. تمام. الإزاحة. ركز ركز. جبنا المسافة ب 5 متر. الإزاحة يا مستر اللي عملها قال لي في نقطة البداية أ، في نقطة النهاية ج. الإزاحة يا مستر قال لي الإزاحة أدي واحد اتنين تلاتة، 3 متر. في اتجاه إيه بالظبط؟ قال لي اقف عند نقطة البداية أهي، اعمل المحاور أهو. قال لي يا مستر في الاتجاه ده، في اتجاه الغرب، يبقى 3 متر في أو 3 متر تقول له غربا. 3 متر غربا، 3 متر غربا اهو. المسافة هنا بيقول لك هتجمع كذا وكذا، والإزاحة 3 متر في اتجاه الغرب. خلاص الراجل يعني كتر خيره حلها. بريك كده يلا يا شباب عشان نخش على المثال رقم 2، عشان عايز حد مركز. يلا فوق كده، اغسل وشك وتعالى بينا على المثال رقم 2. يلا يا بطل نكمل مع بعض الحصة بتاعتنا. انا عارف ان الحصة تبقى طويلة شوية بس حاول تقسم. مثال رقم 2 بيقول لي سقطت كرة من المطاط من ارتفاع 50 متر. جميل. باتجاه الأرض ثم ارتدت لأعلى ولأسفل مرتين كما بالشكل المقابل. ما المسافة المقطوعة والإزاحة الحادثة للكرة على الترتيب؟ بص يا حبيب قلبي، أولا هو بيقول لك إن إحنا جبنا كرة من المطاط. الكرة دي رميناها في اتجاه الأرض، فالكرة قعدت تطلع وتنزل تطلع وتنزل، فهو عايز المسافة. تعال نشوف المسافة. ركز. قال لي المسافة يا مستر أهو. قال لي الكرة اهي، المسافة اهي 50، دي كده 50، يبقى 50 زائد دي كده المسافة 50. طلعت هنا يا مستر المسافة بتاعتها 30 زائد 30 زائد نزلت كمان يا مستر 30 30 زائد طلعت يا مستر هنا 10 ونزلت كمان 10، يبقى يا مستر 50 زائد 30 زائد 30 زائد 10 زائد 10 يطلع معايا يا شباب 130. نكمل يا شباب. يبقى هنا يا مستر اهو نزل لحد 50 اهو، وطلع بعد كده يا مستر اهو 30، انا زائد 30 ونزل تاني 30، ما هنزلهم هم تاني. بعد كده يا مستر طلع 10 اهو ونزل 10، يبقى يا مستر 50 زائد 30 زائد 30 زائد 10 زائد 10 تطلع معاك 130. يبقى خلاص يا مستر انا هستبعد الاجابه دي والاجابه دي، يبقى دي صح او دي. ايه اللي متوقف بقى دلوقتي؟ قال لي يبقى دي صح يا دي. اللي انا واقف عليه الازاحه، اللي انا واقف عليه دلوقتي الازاحه. قال لي يا مستر الازاحه هي اقصر خط مستقيم من نقطه البدايه لنقطه النهايه. ادي يا عم نقطه البدايه اهي، وادي نقطه النهايه. واحد بقى يقول لي يا مستر هنوصل خط بينهم كده. والله العظيم ايه الحلاوه بتاعتك دي؟ اصحى يالا. طب قول لي كده هتجيب طول الخط ده ازاي؟ مش هتعرف. قال لي يا مستر دي كده كانت نقطه البدايه اهو، الكره اتحركت من هنا، ونقطه النهايه على الارض. ما نقطه البدايه كانت من فوق والنهايه على الارض. يبقى يا مستر الازاحه بتاعتي هو الخط المستقيم ده اللي هو بين البدايه والنهايه اللي هو 50. تاني. قال لي يا مستر ما هي نقطه البدايه اهي فوق، نقطه النهايه خلاص الكره بقت على الارض اهي، دي نقطه النهايه، ده البدايه وده النهايه. قال لي اقصر خط مستقيم اللي هو ده، فده يا مستر دي كلها 50، يبقى دي زيها 50 يا راجل. يبقى يا مستر 50. طب في اتجاه ايه؟ قال لي نقطه البدايه اهي اهو. في اتجاه ايه؟ قال لي في اتجاه تحت اهو، تحت الاتجاه ده. اتجاه ايه يا مستر؟ لاسفل او في اتجاه الجنوب. يبقى 50 متر اهو لاسفل في اتجاه الجنوب. يبقى الاجابه 130 سم و50 سم لاسفل في اتجاه الجنوب. اللي مش عارف يحدد الاتجاه تاني هقوله تاني والله عشان خاطر الناس. ادي يا مستر اهو. قال لي بص اهو دي نقطه البدايه، فانا بعمل المحاور عندها اهو. اهو دي المحاور اهي
قال لي يا مستر هو نازل كده نازله لتحت، يبقى الاسفل او في اتجاه الجنوب، يبقى 130 سم و50 لاسفل في اتجاه الجنوب. صعبه، سؤال فكرته جميله جدا جدا، والناس اللي فاهمه هتحله على طول. نقطه البدايه كانت فوق اهي، ونقطه النهايه الارض، يبقى الخط المستقيم اللي بينهم ده اللي هو ب 50 زي ده كده بالظبط 50. صعب يا شباب؟ الموضوع سهل وبسيط. الله اكبر الله اعظم. هنا هو الراجل قايل لك فكره الحل اهو لو عايز تبص عليه. سؤال جميل جدا اهو، بيقول لك فكر وراجع مع معلمك. هنكمل يا شباب بس الاذان يخلص. نكمل يا شباب يلا. المثال بتاعنا صفحه 87 من تحت يا شباب. تمام، جبنا صفحه بيضاء هنا عشان السؤال محتاج يترسم. بيقول لك تحركت سياره مسافه 3 كيلو متر غربا. السياره يا شباب مشيت مسافه 3 كيلو متر غربا، ماشي، ثم اكس كيلو متر شمالا. يعني مشيت هنا مسافه ما نعرفهاش اسمها اكس يا شباب، كيلو متر، تمام، شمالا. قال لك واخيرا 5 كيلو متر في اتجاه الجنوب الغربي. تمام، قال لي يا مستر اهو ده الاتجاه اهو. قال لي 5 كيلو متر في اتجاه الجنوب الغربي. الجنوب الغربي ازاي؟ قال لي الجنوب الغربي اهو، ده كده الجنوب الغربي، 5 كيلو متر في اتجاه الجنوب الغربي. جميل. قال لي يا مستر فاذا علمت ان ازاحه السياره من نقطه البدايه، قال لي في نقطه البدايه، ادي نقطه البدايه اهي، وادي نقطة النهاية اهي في الجنوب الغربي. قال لي يا مستر الازاحة بتاع من نقطة البداية لنقطة النهاية دي كلها على بعضها 7 كيلو، فما مقدار اكس؟ بكل بساطة يا معلم، بكل بساطة. قال لي يا مستر مش دي كده كلها 7 ودي كده 3، يبقى الحتة دي الصغيرة دي الصغنطوطة دي 4 يا مستر. طب يا مستر دي 4 دي 5 ودي 4، من نظرية فيثاغورس تقدر تجيب الضلع ده؟ اقدر يا مستر. خلاص يبقى الضلع ده يطلع ب3 كيلو متر من نظرية فيثاغورس. خلصت. من نظرية فيثاغورس تقدر تجيبه. خلاص يا جدعان الموضوع سهل مش محتاج أي حاجة. من نظرية فيثاغورس تقدر تجيب الضلع ده ب3. خلاص. في حاجة صعبة يا شباب؟ أظن الموضوع سهل خالص ومفيش أي حاجة. هتقول لي جذر 5 تربيع ناقص 4 تربيع عشان تجيب الضلع. خلصت. عشان تجيب الضلع ده. وكده يا شباب تكون حضرتك خلصت الدنيا، لأن الضلع ده أصلا هو اللي بإكس، ده في اتجاه الشمال. بس يبقى انت كده خلصت المسافه. طلع قصدي الاكس طلع ب3 كيلو اللي هو الاختيار الف يا شباب. خلاص سؤال سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه. خلص يا شباب خلاص. في حاجه صعبه؟ طيب اللي مش فاهم يعيده تاني. يبقى الاجابه خلاص تبقى 3 كيلو متر. خلاص ده كده السؤال. نكمل بقى. بيقول لك لحل مسائل المسافه والازاحه بس لما تكون في مسار دائري. قال لي يا مستر لو الجسم ده بيتحرك في مسار دائري. قال لي بص هو بيتحرك في مسار دائري بيمشي على المحيط من بره. ادي يا عم الدايره، هو بيمشي على محيط الدايره من بره كده يا شباب، مش بيمشي جوه، لا بيمشي على المحيط من بره. فقال لك خلي بالك بقى عشان تكون عارف ان محيط الدايره، طبعا الناس عارفه يعني ان محيط الدايره بيساوي 2 باي نق. قال لي هنا بيقول لك اذا تحرك جسم دوره كامله من الف ل ب، من الف ل ب، بعد كده من ب ل ج، من الف ل ب، بعد كده من ب ل ج، بعد كده من ج ل د، بعد كده من د ل ا، يبقى كده هو مشي دوره كامله يعني لف الدايره كلها. فقال لي يا مستر المسافه المقطوعه فيه لو عايز تحسبها، قال لي المسافه هي محيط الدايره، يبقى 2 ط نق اللي هي 2 باي يعني. فهتقول له 2 يا مستر في الباي اللي هي ب 22 على 7، يبقى 2 باي في النق. طبعا هو بيديها لك في المساله النق دي اللي هي نص القطر، والطه اللي هي الباي ب 22 على 7. تمام. فالازاحه الحادثه هتكون بصفر. ليه؟ لان نقطه البدايه هي نقطه النهايه، لان هو لف 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 ورجع تاني لنقطه البدايه بتاعته. فنقطه البدايه يا شباب هي نقطه النهايه، فبكده يكون الازاحه بتاعت حضرتك بصفر. صعبه؟ سهله جدا والله. تعال نكمل. طيب لو مشي يا مستر 3/4 دوره، قال لي يعني مشي من الف ل ب، بعد كده من ب ل ج، بعد كده من ج ل د. قال لي هو مشي كده 3/4 دوره. طيب انا لما عاوز اجيب المسافه اللي قطعها، قال لي المسافه هتساوي 3/4 محيط الدايره. مش هو مش 3/4 محيط؟ قال لي ف3/4 في المحيط ب 2 ط نق اللي هو 2 باي نق اللي هو 2 في 22 على 7 في النق اللي هو هيدولك في الامتحان. تمام. فهنا مشي 3/4 دوره، فتضرب ال3/4 في المحيط. تمام. طيب يا مستر لو عايز الازاحه، قال لي الازاحه اقصر مسافه من نقطه البدايه لنقطه النهايه. قال لي يا مستر في نقطه البدايه هو خرج من عند الف، نقطه النهايه د. قال لي اقصر مسافه اللي هو الخط ده. قال لي فالخط ده بنظريه فيثاغورس هيساوي الف م تربيع اللي هو النق ده، زائد م د تربيع اللي هو طول الضلع ده، فده زائد ده عشان تجيب ده اللي هو الوتر. عشان تجيب ده يبقى هتجمع ده زائد ده تربيع جوه الجذر في اتجاه ايه؟ في اتجاه الجنوب الغربي. ازاي يا مستر؟ تعال نشوف. نقطه البدايه اهي اهو يا عم، اهو دي نقطه البدايه اهي، ركز. قال لي يا مستر اهو، قال لي الخط بتاعك ماشي كده اهو
في اتجاه ايه؟ في اتجاه الجنوب الغربي يا مستر. تمام، في اتجاه الجنوب الغربي. خلاص، يبقى لو مشي 3/4 بتضرب ال3/4 دول في المحيط. طب يا مستر لو مشي نص دوره يعني ايه؟ يعني مشي بص مشي من الف لحد ب كده ربع، ومشي من ب لحد ج ربع، يبقى كده مشي نص الدايره اهو قدام عينك اهو، مشي نص الدايره. يبقى هتقول المسافه نص في المحيط، المحيط اللي هو 2 ط ن، يبقى نص في المحيط. جميل. طب يا مستر لو طلب مني الازاحه، قال لي الازاحه نقطه البدايه، نقطه البدايه هي الف، نقطه النهايه هي ج، قال الخط المستقيم اللي ما بينهم ده هو ده الازاحه. فالازاحه هتكون قطر الدايره اللي هو 2 نق، نق دي شوفها بكام ونق دي شوفها بكام، في اتجاه ايه يا مستر؟ قال لي تعالى نشوف يا عم الاتجاه. قال لي يا مستر في نقطه البدايه اهي، اعمل عندها خط اهو المحاور، قلنا بنقف عند نقطه البدايه ونعمل عندها المحاور اهو. قال لي يا مستر هو ماشي كده، يبقى ماشي في اتجاه الغرب، يبقى الازاحه هتكون في اتجاه الغرب. صعبه يا قلب المستر؟ اظن الموضوع سهل. اخر حاله عندنا يا مستر لو مشي ربع دوره، يعني مشي من الف لحد ب بس ربع دايره يعني، فالمسافه هتبقى ربع في محيط الدايره، يبقى ربع في 2 ط ن. طيب لو عايز بقى الازاحه، قال الازاحه المسافه من نقطه البدايه لنقطه النهايه، اللي هي الحته دي اهو، من نقطه البدايه اقصر خط مستقيم، قال نظريه فيثاغورس برضه. تمام، فده وتر، يبقى هتساوي الف م تربيع اللي هو ده نق، زائد تربيع زائد ايه؟ زائد م ب تربيع. تمام، هتكون في اتجاه ايه يا مستر؟ تعال نشوف الاتجاه كله بنظريه فيثاغورس. قال الاتجاه في نقطه البدايه، نقطه البدايه الف، الاتجاه بتاع اعمل عندها المحاور اهو يا مستر، ادي المحاور. ماشي فين يا مستر؟ قال لي ماشي في اتجاه الشمال الغربي اهو، يبقى في اتجاه يا مستر الشمال الغربي. يبقى اظن سهله جدا. يبقى يا مستر المسافه دوره كامله يبقى تضرب محيط الدايره، 3/4 دوره يبقى 3/4 دوره في محيط الدايره، نص دوره يبقى نص الدوره في محيط الدايره، طب ربع دوره يبقى ربع في محيط الدايره. اظن الكلام سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه. تعالى يا مستر ناخد شويه امثله عشان الموضوع بالنسبه لنا يبقى بسيط. وخلي بالك ان انت هتلاقي لما تيجي تحسب الربع دوره هتبقى زيها زي 3/4 دوره، لو حضرتك جيت حسبتهم هتلاقيهم هم نفس الارقام بالظبط. تمام، هيبقوا متساويين بالظبط نفس الارقام، لان ده جذر الاثنين دول زائد بعض، وده جذر بنفس الطريقه. تمام اهو، دول بتجيب الجذر اللي هو الوتر، وهنا بتجيب الوتر، فالاثنين دول دايما هيبقوا متساويين مهما غيرت بقى الارقام. تمام، تعال نشوف. فبيقول لك اذا تحرك الجسم في مسار دائري فان مقدار الازاحه اللي يحدثها عندما يقطع او يقطع ربع دوره يساوي مقدار الازاحه اللي يحدثها لما يقطع نقط، لما يقطع 3/4 دوره يا شباب. الربع دوره زيها زي ال3/4 دوره، وهتاخد عليها مثال دلوقتي وهتعرف. تمام، الربع دوره بيبقى نفس الاجابه بتاعه 3/4 دوره. تمام، لان الاثنين يا شباب بيكونوا حاجه واحده. خلاص، الاثنين بيكونوا حاجه واحده يا شباب. تمام، هكتب لك امثله دلوقتي وهنيجي نحلها مع بعض. تمام، انت استنى يا شباب هنكتب الاسئله ونرجع تاني. تعالى يا شباب نثبت لك ان الازاحه لما يكون ربع دوره زي الازاحه في 3/4 دوره عشان نتاكد. بص يا شباب، ادي عندي الدايره اهي. تمام، دي كده الدايره. قال لي يا مستر ربع دوره يعني اتحرك من مثلا من الف لب، اللي هو مشي الحته دي بس، الحته دي بس اللي هو من الف لب بس، من الف اهو بالاحمر عشان تاخد بالك، من الف لحد ب يا مستر مشي ربع دوره، وقال لك النق بتاعت الحته دي ب 7 سم. فانت عارف المسافه هتجيبها ازاي؟ المسافه اللي هي محيط الدايره، اللي هو مستر هو مشي ربع، يبقى ربع يا مستر في المحيط اللي هو 2 في 22 على 7 في 7، تحسبها على الاقل يطلع لك ب 44. طيب احنا همنا نجيب الازاحه. اي ازاحه بتساوي ايه؟ قال لي اقصر مسافه من نقطه البدايه لنقطه النهايه. ركز اهو، قال لي يا مستر اهو ادي الدايره، قال لي يا مستر ده الف وده ب، قال لي نقطه البدايه والنهايه يا مستر اهو دي الازاحه. تمام، حضرتك اهو ده كده هتكمل بقى بقيه الضلع اهو. تمام، فقال لي يا مستر اهو، فقال لي يا مستر هو لو قال لك النق هنا ب7 يبقى اكيد يا مستر ده ب7 وده ب7. تمام، وده كده اللي احنا هنجيبه اهو، اللي هو من فيثاغورس اهو، هنجيب الضلع ده يبقى جذر 7 تربيع زائد 7 تربيع، يطلع معاك تقريبا يا شباب جذر 7 تربيع زائد 7 تربيع، يطلع معاك يا شباب ب7 جذر 2. تمام، ده كده لما يكون الجسم ماشي ربع دوره. تمام، تعال نشوف يا مستر لما يمشي 3/4 الدوره، تعال نشوف هتلاقي برضو نفس الاجابه. 3/4 دوره يا مستر، قال لي 3/4 يتحرك من الف لب، ادي مشي ربع، ومن ب لج ربع، وبعد كده من ج اهو من هنا لهنا دي كده ربع وربع نص، بعد كده هنا 3/4. قال لي فالازاحه، قال لي المسافه يا مستر والنق هنا برضو ب7. تمام، المسافه من هنا لهنا من نقطه البدايه لنقطه النهايه. جميل، تمام، ده كده اللي انت عايزه، اكس مجهول، فيا مستر المثلث اهو نكمله، ده هنا ب7 سم وهنا ب7 سم. تمام، اللي هو اهو كده قفلنا مثلث قائم اهو، وهنا ب7 برضه، لان اي حاجه في الدايره النق ب7 معناها ان اي ضلع ب7، فهتقول لي جذر برضه 7 تربيع زائد 7 تربيع يطلع لك ب7 جذر 2، هو بالظبط. تمام، ولما نحل المسائل هتلاقيه بيتساوي. يبقى ايه مستر؟ مقدار الازاحه اهو، يبقى مقدار الازاحه اللي بيحدثها الجسم لما يقطع ربع دوره هو مقدار الازاحه اللي هيحدثها لما يقطع 3/4 دوره. تعال نشوف المثال اللي قدام حضرتك. يقول لك هنا مثال 3، الشكل المقابل يمثل حركة سيارة على مسار دائري من النقطة أ، احسب كل من المسافة والإزاحة لما تتحرك السيارة دورة كاملة
جميل. قال لي انت عايز تعرف المسافه لما تتحرك العربيه دوره كامله فبتساوي محيط الدايره. هو عايز يعرف المسافه والازاحه لما تتحرك دوره كامله. محيط الدايره لما تتحرك دوره كامله يا شباب فهتساوي المحيط، فالمحيط بيساوي 2 في 22 على 7 في النق بتاعك بكام؟ ب 7 متر، هو ده النق وهنا برده 7 متر، يبقى النق 7 متر تطلع معاك ب 44 على الاله اهو، تطلع معاك ب 44. عايز بعد كده الازاحه، قال لي يا مستر الازاحه مش ده لف دوره كامله، يعني لف الدايره كلها من نقطه البدايه هي نقطه النهايه، يبقى الازاحه بتاعته بصفر. يعني قلنا الدوره الكامله في الملاحظات لما قلنا فوق قلنا الدوره الكامله بتكون من نقطه البدايه لنقطه النهايه بتكون الازاحه بصفر. طيب كده عرفنا، سهله جدا والله المسائل دي. طب يا مستر لما يقطع نص، قال لي عايز المسافه، قال لي يا مستر يبقى نص في المحيط، نص اهو، نص في محيط الدايره. قال لي يا مستر هنضرب نص في المحيط اللي هو 2 في 22 على 7، اسف يا شباب على لخبطه القلم معلش سوري، في 22 على 7 يا مستر في النق اللي هي ب7 يا حبيبي، هتعملها على الاله اهو اللي هو نص في 44 بالبلد تطلع معاك ب 22 متر. طب انا عايز يا مستر الازاحه، قال لي نص دوره، نص دوره، نص دوره يعني اتحركت كده الحته دي كده بس نص دوره. فيا مستر الازاحه، قال لي هو اتحرك من الف، قال لي يا مستر اتحرك من الف لحد فين؟ ركز بقى. قال لي يا مستر هو الازاحه مش نص دوره؟ قال لي اه الازاحه نص دوره، يبقى الازاحه هتكون في اللي هو اتحرك يا مستر نص دوره، يعني من الف لجيم، دي عربيه بتلف من الف لجيم اهو، فمن الف لجيم قال لي يا مستر ده ب7 وده ب7، يبقى الاجابه 14 متر. في اتجاه ايه؟ قال لي نقطه البدايه اهي، اعمل عندها المحاور اهو. قال لي يا مستر في اتجاه الشمال لان هو اصلا ماشي فوق في اتجاه الشمال. خلاص يبقى الازاحه من نقطه البدايه اللي هي الف لنقطه ايه؟ لنقطه النهايه اللي هو مشي لحد النص، يبقى يوصل لحد ج، يبقى 7 دي 7 ودي 7، يبقى 14 في اتجاه الشمال لانه طالع فوق. خلصت. ده كده لما عمل نص دوره. طب لما مستر لما عمل ربع دوره، ربع دوره يبقى هضرب الربع يا مستر بسم الله، هضرب الربع في مين يا مستر؟ في محيط الدايره. والله مسائل سهله جدا يا شباب ركز. قال يا مستر يبقى هضرب ربع في 2 في 22 على 7 في كام يا مستر؟ في السبعه اللي هي الموجوده، فهيبقى مستر ربع في 44 تطلع معاك ب 11 متر. طب الازاحه يا مستر، قال لي الازاحه هو مش مشي ربع الدايره؟ قال لي اه ربع الدايره يا مستر هو الازاحه في اللي هي الف ب، بص مش ربع اهو، مشي من هنا لهنا، يبقى يا مستر المسافه دي اهو. كملها بقى انت مثلث، ده يا مستر ب7 وده يا مستر اهو ضلع الزاويه القايمه اهو، تمام؟ ده كده كمان ب7، يبقى الجذر التربيع ل7 تربيع زائد 7 تربيع يطلع معاك ب7 جذر 2 اهو، جذر التربيع 7 زائد 7 جذر 2 يطلع معاك 99 متر. فين يا مستر؟ في اتجاه ايه؟ قال لي في اتجاه ايه؟ قال لي ركز، تعال نقف عند نقطه البدايه، ادي يا مستر نقطه البدايه، اعمل المحاور عندها اهو. والله زهقنا من الكلام. قال لي يا مستر هو الاتجاه من الف لحد ب اللي هو الحته دي، يبقى في اتجاه الشمال الغربي، في اتجاه الشمال الغربي، تمام؟ خلصت. سؤال سهل جدا يا شباب، ما فيهوش اي حاجه، بسيط جدا جدا والله العظيم ما فيه اي حاجه يا شباب، بسيط جدا جدا. تعال ناخد المثال اللي بعده، يلا خلاص بقى انت فهمت. هقول لك الشكل المقابل يمثل حركه سياره على مسار دائري نص قطره 10 ماشي من النقطه الف للنقطه د ماشي مرورا بالنقطتين ب وج، فاذا علمت ان محيط الدايره 2 طه نق ماشي. قال لك الطه هنا ب 3.14 ما تجيش بقى هنا انت تستخدم لي النق بكام؟ ما تجيش تستخدم لي النق انت ب 22 على 7 لان الاجابه هتطلع مخالفه، لا استخدم انت النق هنا ب 3.14. تعال نشوف عايز المسافه اللي قطعتها السياره، تعال نبص كده. قال لي هو مشي ازاي يا عم؟ بص يا عم هو حدد لك مشي من الف لب، مشي ايه؟ مشي ربع دايره، يبقى ربع محيط الدايره ماشي، امشي معاه واحده واحده، يبقى كده هو مشي ربع محيط الدايره زائد. قال لي يا مستر مشي من ب لحد ج، مشي ايه كده؟ كده مشي ايه؟ كده مشي قطر، ما ده نق اهو وهنا نق، يبقى مشي يا مستر قطر زائد مشي هنا تاني اهو، مشي يا مستر هنا ربع دايره، يبقى ربع محيط الدايره تاني، يبقى مستر ربع محيط الدايره زائد القطر اهو زائد ربع. تعالى نكمل اهو، ربع محيط الدايره اللي هو ربع في محيط الدايره هيحسبها لك على طول، ربع هتقول له ربع في محيط الدايره يا مستر يبقى هو 2 في 3.14 في 7، فهو عمل لك الحسبه دي طلعت ب 62.8 زائد 2 في 10 اللي هو القطر، ما القطر النقه هنا ب 10 وهنا ب 10 فضرب 2 في 10 على طول زائد ربع برده في 62 يطلع معاك يا مستر ب 51.4. انت عرفت الفكره كلها. طب عايز بقى الازاحه، قال لي الازاحه بقى من نقطه البدايه لنقطه النهايه. قال لي يا مستر بدايته كانت الف ونهايته كانت د، يبقى يا مستر وصل خط مستقيم من نقطه البدايه لنقطه النهايه، ده نق وده نق، يبقى يا مستر الازاحه ب 20. 20 فين؟ قال لي في نقطه البدايه الف، يبقى اعمل عندها المحاور، نعملها بلون احمر عشان تاخد بالك، نعمل عندها المحاور
في اتجاه يا مستر اهو نازل كده، يبقى في اتجاه الجنوب، في اتجاه الجنوب. خلص. سؤال سهل جدا 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 والله، ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي ادنى فكره اصلا. سؤال سهل وجميل. طلب منك الازاحه من نقطه البدايه لنقطه النهايه، نقطه البدايه الف خلاص ونقطه النهايه د خلاص، يبقى ده نق، الحته اللي فوق دي نق، والحته اللي تحت دي نق، يبقى 10 و10 20. في اتجاه قال لي اقف عند نقطه البدايه، اعمل المحاور بتاعتك اهو ماشي كده، يبقى في اتجاه الجنوب. خلص. والمسافه سهله حسبناها والدنيا سهله، مش فاهم حاجه رجع تاني، فكر وراجع مع معلمك. بيقول لك الشكل المقابل يعبر عن المسار اللي بيسلكه جسم متحرك من النقطه الف للنقطه ه، مرورا بكل من النقاط ب وج ود. ما مقدار الازاحه؟ الازاحه فين نقطه البدايه الف، في نقطه النهايه اهي، وصل بينهم خط. الخط ده بكام يا مستر؟ في بقى ترك هنا، واحد يقول لي يا مستر ثواني، هو حضرتك عايز تجيب الخط اللي موجود ده كله، طب يا مستر هو الخط ده بنحسبه ازاي؟ احسب كده الحسبه وتعالى بقى نكمل مع بعض الفيديو تاني. يلا يا شباب الموضوع سهل وبسيط، نكمل. قال لي يا مستر هو هنا قال لك المسافه الازاحه دي يبقى بخط البدايه للنهايه، قال لي يا مستر نعمل نكمل بقى المثلث، قال لي يا مستر هنا بدي ب3 يبقى دي زيها ب3، وهنا ب4 يبقى دي ب5، جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع يطلع معاك ب5، 5 ايه؟ 5 سم. في اتجاه ايه؟ قال لي اقف عند نقطه البدايه اهو يا مستر. نازل فين يا مستر الاتجاه؟ نازل اهو، نازل كده في اتجاه الجنوب الغربي. اصلا الازاحه ما فيهاش ادنى مشكله، يعني لو كان طلب المسافه كان صعبها عليك. تخيل بقى هو كان طلب المسافه، قال لي يا مستر هو طلب المسافه، لو كان طلب المسافه تعالى يا عم نحلها، نزود احنا لو هو كانه اعتبر ان هو طالب المسافه، زود عنك. قال لي يا مستر لو كان طالب المسافه، قال لي ب9 اهي، يبقى 9 زائد. قال لي يا مستر مش الحركه دي اللي هو عملها دي كده ربع دايره؟ يبقى نفتح قوس ربع في 2 اللي هو 2 باي نق اللي احنا كنا بنحلها، باي 22 على 7. في يا مستر النق هو مديها لك هنا ب3، تمام، كمل، زائد 6 سم اللي هو مشيها دي زائد ال4 اللي هو مشيها تساوي كذا. بس لو كان طلب المسافه كانت هتبقى صعبه شويه، اللي هو ال9 اللي مشيها، بعد كده ربع دايره اللي هو ربع في 2 في 22 على 7 في ال3 اللي هو النق دي زائد ال6 زائد ال4، انه هو طلب الازاحه على طول اللي هي من الف لهي على طول. فهنا هنكمل المثلث، ده ب3 يبقى ده زيه ب3 بالمقابل يعني، وهنا 4 يبقى ده كده هيمثل ب5 سم اللي هي الازاحه في اتجاه ايه؟ في اتجاه الجنوب الغربي. انما هو لو كان طلب المسافه كان هيبقى ده الحل، لو كان طلب المسافه كان يعتبر هو كان صعبها شويه، انما هو سهل الموضوع خالص يعني. خلاص. وكده يا شباب نكون خلصنا الفرق بين المسافه والازاحه، واظن احنا حلينا كل التريكات وكل الافكار الحته دي. تعالى بقى افصل كده بريك، وتعالى بينا نكمل مع بعض السرعه القياسيه والسرعه المتجهه، دي بقى الاهم. السرعه القياسيه والسرعه المتجهه، قال لي لمعرفه الفرق ما بين السرعه القياسيه عين والسرعه المتجهه عين شرطه زي المسافه والازاحه بالظبط، هندرس الشكل ده. تعال نشوف. وده بيعبر عن حركة جسم من الموضع ايه، جسم اتحرك من النقطة ايه لحد الموضع دي لحد دي مرورا بالنقطتين سي وبي، ماشي. قال لي تعال نشوف، قال لي بكل بساطة المسافة الكلية، تعال نشوف المسافة الكلية فين اللي هيقطعها الجسم. المسافة الكلية يقطعها 30 متر اهو، بعد كده 60 متر اللي هو مشيها من هنا اهو، بعد كده يا مستر 30 متر اهو، يبقى 30 زائد 60 زائد 30 120 متر. جميل، ده كده المسافة الكلية اللي هو من A ل B، بعد كده من بي لسي، بعد كده من سي لدي، اللي هو المسافه كلها اللي مشيها. جميل. طيب تعالى يا مستر نشوف الازاحه اللي هيحدثها الجسم. قال لي فين نقطه البدايه ايه، نقطه النهايه دي، شد بينهم خط مستقيم يا مستر 60، يعني ده زي ده بالمقابل 60، يبقى 60 متر. فين يا مستر؟ قال لي في اتجاه ايه؟ قال لي اعمل المحاور عند نقطه البدايه اهو، يبقى يا مستر في اتجاه الغرب، في اتجاه الشرق اسف، تمام. طب يا مستر الزمن الكلي اللي هيستغرقه، اجمع بقى اهو، تعالى نمسح تاني عشان نشوف. قال لي يا مستر الزمن اهو 30 ثانيه، وهنا 20 ثانية، وهنا 10 ثواني، 30 و20 و10 60 ثانية. خارج قسمة هنا لو قسمت بقى المسافة الكلية اللي انت جايبها فيه اللي هي 120 على الزمن الكلي اللي هو 60 يديك السرعة القياسية، وهنا لو قسمت الإزاحة اللي انت جايبها على الزمن الكلي اسمها السرعة المتجهة. يبقى السرعة القياسية عين بتساوي المسافة الكلية فيه على الزمن الكلي زين، يعني 120 على 60 ب 2 متر على الثانية. طب الازاحه اللي انت عملتها على الزمن الكلي اللي هي 60 على 60 فيها 1 متر على الثانيه في اتجاه الشرق، دي السرعه المتجهه. يبقى السرعه القياسيه والسرعه المتجهه، السرعه القياسيه بالظبط شبه السرعه المتوسطه، او بقول عليها انها بالظبط سرعه متوسطه، كانها السرعه متوسطه.
اول ما يطلب منك سرعه قياسيه قول له خلاص يا عم انت كده قصدك سرعه متوسطه. طالما طلبت سرعه قياسيه دي كانها بالظبط سرعه متوسطه، بتساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي. تمام، وملهاش اتجاه. انما السرعه المتجهه دي ليها اتجاه لانها مقسوم الازاحه على الزمن. وخد بالك ان السرعه المتجهه بتساوي الازاحه في حاجه واحده بس، في الاتجاه. لان احنا فوق قلنا الازاحه اهو 60 متر في اتجاه الشرق، فالسرعه المتجهه كانت 1 متر على الثانيه في اتجاه الشرق. تمام، بيتفقوا مع بعض في الاتجاه بس. فالسرعه القياسيه هي المسافه الكليه المقطوعه خلال وحده الزمن على المعدل او المعدل الزمني للتغير في المسافه. بس هتقولي مسافه كليه على زمن كلي زيها زي السرعه المتوسطه من غير اتجاه عادي، تحسب المسافه الكليه اللي مشيها الجسم على الزمن الكلي، دي كده السرعه القياسيه. تعرفها المسافة الكلية المقطوعة خلال وحدة الزمن أو المعدل الزمني للتغير في المسافة. طب السرعة المتجهة قال لي دي الإزاحة الحادثة خلال وحدة الزمن، لأن هي بتساوي الإزاحة على الزمن أو المعدل الزمني للتغير في الإزاحة. هتشيل المسافة وتحط الإزاحة، وخلي بالك إن دي متجهة ليها اتجاه، طالما قال متجهة يبقى ليها اتجاه. بيقول لي هنا متى يتساوى مقدار السرعة المتجهة مع مقدار السرعة القياسية. بص بيقول لك إيه المقدار؟ قال لي لما يتحرك الجسم في اتجاه واحد وفي خط مستقيم زيها زي المسافه والازاحه. ما هي كلمه السرعه القياسيه تساوي المتجه، يعني المسافه تساوي الازاحه. يعني السرعه القياسيه بتساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي، المتجهه بتساوي الازاحه على الزمن الكلي. فمعناها ان السرعه المتجهه تساوي القياسيه، او مقدار المتجهه هيساوي القياسيه لما الازاحه تساوي المسافه. امتى كانوا بيساووا بعض؟ لما كان الجسم بيتحرك في اتجاه واحد، يعني في خط مستقيم. صعبه؟ بقى السرعه القياسيه مسافه كليه على زمن كلي، سرعه متجهه ازاحه على زمن كلي. سهلة والله ما فيهاش أي حاجة. ما معنى قولنا أنه جسم قطع 40 متر شمالا في 4 ثانية؟ واحد يقول لي يا مستر طب ما هو مديني المسافة. يا بني آدم، يا بني آدم يا اللي مش مركز بربع جنيه، هو بيقول لك 40 متر شمالا، يبقى دي كده مش عايز، مش دي مش مسافة، دي إزاحة. يبقى يا مستر هو عايز هنا السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة اللي هي 40 متر شمالا على الأربعة، يديني 10 متر شمالا، 10 متر على الثانية شمالا، لأن احنا قلنا الإزاحة بتتفق مع السرعة المتجهة في الاتجاه. ده معناه أي أن السرعة المتجهة بتساوي 10 متر على الثانية في اتجاه مين؟ في اتجاه الشمال اللي هو نفس اتجاه الإزاحة. فقال لك اهو ملحوظ اهو تتفق السرعه المتجهه مع الازاحه في الاتجاه وبتختلف معها في وحده القياس، لان الازاحه بتقاس بالمتر، انما السرعه المتجهه متر على الثانيه لان هي سرعه يا شباب. يبقى ايه الحاجه لسه قايلها من شويه؟ يبقى السرعه المتجهه بتتفق يا مستر مع الازاحه في الاتجاه، لكن بيختلفوا في ايه؟ في وحده القياس. بيقول هنا يعتبر الفهد او الشيتا اسرع الحيوانات البريه، حيث تبلغ اقصى سرعه ليه 27 متر على الثانيه. متخيل ان الفهد ده بيمشي 27 متر في الثانيه بمقام مثلا بتاع 10 ادوار ولا حاجه؟ تخيل ان هو في الثانيه بيعدي 10 ادوار. ده من الفهد او الشيتا ده من اسرع الحيوانات البريه اللي موجوده على وجه الارض يا شباب، من اسرع الحيوانات البريه. عشان كده هو قال لك البريه، لان في حيوانات طبعا في الميه بتكون اسرع، لان عشان كده هو قال لك البريه. فيعتبر الفهد او الشيتا ده اسرع الحيوانات البريه يا شباب اللي موجوده عندنا، فسرعته بتوصل ل 27 متر على الثانيه يا شباب. تمام، فسرعته عاليه جدا جدا. تمام. تعالى يا شباب بقى نشوف المثال رقم 5. بيقول لي قطع متسابق 50 متر شمالا. ماشي، هو هنا هيرسمها لك، هو رسمها لك تحت، احنا نرسمها 50 متر شمال، هو رسمها بس احنا هنرسمها يعني خلال 30 ثانية، خلال 30 ثانية. ماشي، ثم 100 متر شرقا، ثم مشي 100 متر شرقا. جميل. ماشي، خلال 60 ثانية، خلال 60 ثانية اهو. ثم 50 متر جنوبا، قال لي يا مستر اهو 50 متر جنوبا خلال 10 ثانية. ثم عاد الى نقطة البداية خلال 40 ثانية، رجع تاني لنقطة البداية يعني مشي 100 برضه، ده زي ده بالتوازي. تمام، في كام؟ في 40 ثانية. فبيقول لي احسب بقى. تعالى خلاص، تعالى كده احنا عرفنا الرسمة بتترسم ازاي، تعالى بقى هو رسمها لي اهو. فطالب مني اول حاجة المسافة الكلية اللي قطعها المتسابق. خلاص بص، المسافة الكلية 100 متر زائد 50 زائد 50 زائد 100، 100 100 200، 50 و50 100 يبقى 300. يبقى مثلا المسافة الكلية 300 متر. خلص. جمعت كل اللي هو مشيه، يبقى المسافة سهلة. طلب مني المسافة الكلية، جمعت كل حاجة هو مشيها. عايز يا مستر السرعة المتوسطة، طب ما هي بتساوي المسافة الكلية على الزمن. قال لي يا مستر المسافة الكلية 300 متر على الزمن الكلي. اجمع بقى حضرتك الزمن الكلي اهو، اللي هو 30 ثانية زائد 60 زائد 10 زائد 40، يطلع معايا 140. يبقى على 140 يبقى هيبقى يا مستر 300 على 140 يديني 2.14 من 100 متر على الثانية، اللي هي مستر السرعة المتوسطة. جميل. طيب عايز ايه كمان؟ عايز يا مستر الازاحة اللي احدثها المتسابق. قال لي مش قال لك في اخر المسألة ثم عاد الى نقطة البداية؟ يبقى يا مستر الازاحة بصفر، وطالما الازاحة بصفر يبقى السرعة المتجهة بصفر، لان السرعة المتجهة بتساوي الازاحة
على الزمن. طالما الازاحه بصفر على اي حاجه بصفر، فخلاص ده التفسير يعني. يبقى الازاحه بصفر، يبقى الازاحه بصفر اهو، يبقى السرعه المتجهه كده كده اوريدي بصفر. سؤال سهل جدا. مسافه كليه، جمعت كل المسافات اللي هو مشيها. عايز السرعه المتوسطه، مسافه كليه على زمن، جبت المسافه ب 300 وجمعت الزمن الكلي 60 و30 و40 و10 واسف 10، طلع لي 140 ثانيه. قمت قاسم المسافه الكليه لقيت 300 على الزمن اللي هو 140، طلع ب 2.14 متر على الثانيه. طلب الازاحه، فقمت انا باصص كده بعيني في اخر المساله لقيته بيقول لي يا مستر ده عاد لنقطه البدايه، فطالما عاد لنقطه البدايه يبقى الازاحه يا مستر بصفر، وطالما الازاحه بصفر يبقى السرعه المتجهه بصفر، لان هي بتساوي الازاحه على الزمن، فصفر على اي حاجه بصفر. ده التفسير بتاع السؤال يا شباب. سهل جدا جدا والله، ما فيهوش اي حاجه. دي مسائل السرعه القياسيه والمتجهه، سهله جدا. تعالى يا مستر نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي الشكل المقابل يمثل مربع طول ضلعه 8. خلاص ده 8 يبقى ده 8 سم زيه، يبقى ده 8 سم زيه. فبيقول لي فاذا تحرك جسم من النقطه ا لحد النقطه د مرورا بالنقطتين ب وج في زمن 4 ثانيه، اي بما يلي يعبر عن السرعه القياسيه والسرعه المتجهه. طيب حضرتك اول حاجه عايز سرعه قياسيه. سرعه قياسيه بتساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي. مسافه اهي على الزمن، ماشي. قال لي يا مستر هو اتحرك من ا لحد د، فالمسافه الكليه بتاعت حضرتك هتكون 8 زائد 8 زائد 8. قال لي يا مستر هو 8 زائد 8 زائد 8، 3 تمانيات. 8 دي هو اتحرك من هنا لهنا ومن هنا، من ا لحد ب، من ب لج ومن ج لد، يبقى 8 زائد 8 زائد 8 على يا مستر الزمن الكلي اللي هو 4 ثانيه يا شباب. ف 8 على 4 ثانيه يا شباب يطلع معاك 8 زائد 8 على 4 يا شباب، هيطلع معايا يا شباب بكام؟ نرجع تاني يا شباب، بنعتذر بس حصل مشكله في التصوير في الصوره، فعدنا تاني معلش. تمام، نكمل. فاحنا يا شباب اتفقنا ان المسافه بتاعتنا هتبقى 8 و8 و8 على 4، يطلع معايا ب 6 سم يا مستر على الثانيه. يبقى هي دي او دي، يبقى كده يا مستر نلغي الاجابتين الاخرانيين دول. يبقى السرعه القياسيه ب 6 سنتيمتر على الثانيه، يبقى يا اما الاجابه الف يا اما الاجابه ب. طيب تعال نشوف الازاحه. قال لي يا مستر الازاحه هو خط مستقيم من نقطه البدايه للنهايه، هو اتحرك من النقطه الف لد، يبقى البدايه الف يا مستر لحد د، يبقى يا مستر الاجابه هتبقى 8 يا مستر، ولا الاجابه ايه؟ قال لي يا مستر هو اقصر مسافه من خط المستقيم من نقطه البدايه لحد نقطه النهايه يا مستر. فقال لي يا مستر من نقطه البدايه لحد نقطه النهايه اللي هي الحته دي. تمام، فهو طالب منك اهو السرعه المتجهه. تمام، فدي يا مستر الازاحه ب 8، يبقى يا مستر 8 على الاربعه فيها كام؟ فيها الاثنين، فيها الاثنين، لان هو عايز سرعه متجهه. فالازاحه يا مستر ب 8 زيها زي اللي فوق، على الاربعه فيها 2 سم في اتجاه ايه؟ عايز اعرف الاتجاه. قال لي يا مستر اقف عند نقطه البدايه اهو، والاتجاه ماشي كده اهو، ماشي كده من الف لد غربا، يبقى يا مستر 6 سم على الثانيه في ودي 2 سم على الثانيه في اتجاه الغرب. خلص السؤال سهل جدا ما فيهوش اي حاجه والله. يبقى الاجابه يا مستر هتبقى الاجابه ب. طيب تعال نشوف السؤال مثال 6. ده مثال 6 جميل جدا. بيقول يا مستر الشكل المقابل يوضح المسار اللي سلكته سياره من النقطه A للنقطه F. عربيه اتحركت من النقطه A لحد F، ماشي. عايز اول حاجه المسافه الكليه. خلاص اجمع 180 زائد 200 زائد 40 زائد 160 زائد 40 اهو، تطلع معاك 520 متر المسافه. طيب عايز الازاحه الحادثه. قال لي الازاحه اقصر مسافه او خط مستقيم من نقطه البدايه للنهايه. قال لي هو اتحرك من النقطه A ل F، يبقى من A ل F يبقى مستر هي دي الازاحه الحته دي. قال لي مثلا طب ما ده كله ب 200 والحته دي ب 160، لو طرحت دول من بعض يديني الحته الصغيره دي، يبقى 200 ناقص 160 يديني يا مستر 40 متر. يبقى الازاحه 40 متر فين؟ نقطه البدايه اهو غربا. انا اسف يا شباب، في اتجاه الشرق. اسف يا شباب، اسف يا شباب، في اتجاه الشرق، لان هو ماشي كده في اتجاه الشرق، يبقى مثلا 40 متر في اتجاه الشرق. طيب تعال نشوف بقى السرعه المتجهه. قال لي هو مش عايز السرعه المتجهه. السرعه المتجهه بتساوي الازاحه، السرعه المتجهه بتساوي الازاحه على الزمن يا مستر، ماشي. طيب الازاحه عند حضرتك لسه جايبها ب 40 اهو. قال لك اذا علمت ان الزمن الكلي اللي استغرقته السياره 10، يبقى تقول لي يا مستر 40 على 10 بالاله يطلع 4 متر على الثانيه. في اتجاه مين؟ قال لي يا مستر ما قلنا السرعه المتجهه بتاخد اتجاه الازاحه، يبقى يا مستر 40 متر في اتجاه الشرق. تاني نعيدها تاني يا شباب، نعيدها تاني. قال لي يا مستر طلب اول حاجه المسافه الكليه يا مستر، فلما طلب المسافه الكليه جمعنا كل حاجه اللي موجوده 80 و240 و160 و40، طلعت معايا 520. طلب الازاحه، قال لي المسافه من نقطه البدايه للنهايه، نقطه البدايه ايه والنهايه اف، فيا مستر دي ب 200 كلها ودي ب 160، لو طرحتهم هيديك الحته دي يبقى ب 40 يا مستر في اتجاه ايه؟ نقطه البدايه الف، بنعمل محاور اهي. قال لي يا مستر هو ماشي كده يا مستر، يبقى اتجاه الشرق. تمام، والسرعه المتجهه بتساوي الازاحه طبعا على الزمن، فالازاحه لسه جايبه ب 40 على الزمن 10 هو قاله لي اهو.
تمام، يطلع معايا مستر ب 4 متر على الثانيه في اتجاه ايه؟ الشرق، لان احنا قلنا ان الازاحه بتتفق مع السرعه المتجهه في ايه؟ في الاتجاه، وبتختلف معاها في وحده القياس. خلاص كده يا شباب خلصنا كل حاجه خاصه بالمساله، سهله مفيهاش اي حاجه. هنا مديني بقى ارشادات خاصه لحل مسائل السرعه القياسيه والمتجهه من الشكل البياني المعبر عن الحركه. طبعا انت مش تفهم حاجه من الحته دي، سيبك منها، تعالى احنا على طول نحل مع بعض السؤال وانا هشرح لك الفكره بتاعته بالتفصيل. بريك كده يا شباب ونرجع تاني. يلا يا شباب نكمل مع بعض. يقول لي الشكل البياني المقابل يمثل حركه جسم من النقطه A للنقطه C. الجسم اتحرك من النقطه A لحد النقطه C يا شباب، تمام. قال لي مرورا بالنقطه B، عايز السرعه القياسيه. طب انت عشان حضرتك تجيب السرعه القياسيه فمحتاج المسافه، تعال نشوف المسافه مع بعض. قال لي هو اتحرك من النقطه A لحد B اللي هو مشي 60، دي كده يا شباب الازاحه وهنا الزمن، تمام. فمشي يا مستر مسافه اللي هي 60، بعد كده اتحرك من B ل C. قال لي نزل من 60 لحد 20، طرحهم من بعض يديك المسافه اللي هو مشيها هنا يبقى 40. يبقى مستر 60 زائد 40 يديك 100 متر. هو هنا عامل لك 60 ناقص 20. تاني الناس اللي ما فهمتش الحته دي، تاني يا شباب، تاني حاضر. قال لي يا مستر هو مشي من A ل B، مشي كام؟ مشي 60 يا مستر اهو. قال لي بعد كده مشي من B لحد C، نزل من 60 لحد 20، يبقى مشي قد ايه؟ 60 ناقص ال 20 يبقى 40 يا مستر. يبقى 60 زائد 40 100 متر. خلاص، لان هو مشي هنا من 60 ل 40 نزل لحد ال 20، فتطرح ال 60 من ال 20 عشان تجيب المسافه اللي هو مشيها، يبقى 100 يا مستر. طيب يبقى السرعه القياسيه بتساوي المسافه على الزمن. المسافه لسه جايبها يا مستر ب 100 متر اللي احنا لسه جايبينها على الزمن. قال لي اجيب الزمن منين؟ قال لي الزمن كله حضرتك اهو قدامك اهو 10. عارفين طبعا الكلام ده كله يطلع معايا يا مستر ب 10 متر على الثانيه. دي كده القياسيه خلصنا منها، طبعا احنا عارفين الكلام ده من بدري يعني. طب يا مستر عايز مقدار الازاحه. قال لي الازاحه اقصى المسافه. قال لي ما هو مديك الازاحه على المحور على نبينا محمد. قال لي ما هو مديك الازاحه هنا والزمن. قال لي يا مستر الخط ده كده الازاحه بتاعته كلها بصفر، والخط اللي فوقيه ده كله الازاحه بتاعته كلها 20، وده كده كلها 40، وده كده كلها 60، ده كده كلها 80، فهناخد الخط ده وليكن وده، فده بصفر وهنا 20. يبقى هنقول ايه بقى؟ هنقول يا مستر 20 ناقص ايه؟ هنقول يا مستر 20 ناقص صفر يديك 20، تمام. يبقى الازاحه بتاعتك ب 20 متر. طب السرعه المتجهه بتساوي الازاحه يا مستر على الزمن. فالازاحه يا مستر ب 20 لسه جايبينها على الزمن اللي هو ب 10 يديك 2 متر على الثانيه. في اتجاه ايه يا مستر؟ هو بص ما طلبش هنا، طلب هنا منك المقدار. بص واحد يقول لي يا مستر ده نسيت الاتجاه. لا انا ما نسيتش، لان هو طالب منك مقدار السرعه المتجهه، لان ده رسم بياني مش هيبقى فيه اتجاه، هيبقى فيه مقدار بس يا شباب. خلاص صعبه؟ فهمنا احنا جبنا ازاي؟ تاني يا شباب، تاني هعيد تاني عشان انا حاسس بيك والله. الازاحه جبناها منين؟ قال لي يا مستر مش احنا هنا راسمين علاقه بين الازاحه وبين الزمن؟ قال لي فالازاحه بتاعت الخط ده كلها بصفر، وهنا الازاحه بتاعت الخط ده كلها ب 20، ده كلها ب 40، هنا كلها ب 60، هنا كلها ب 80. خد اي اتنين مع بعض، فانا هاخد يا مستر القريب ليا، هنا الصفر وهنا 20. فيا مستر هقول 20 ناقص صفر بكام يا حبيبي؟ 20 ناقص صفر بكام؟ ب 20. يبقى يا مستر الازاحه ب 20. خلاص هقسم الازاحه على الزمن يا مستر اللي هو ب 10، اللي هو زمن واحد اهو اللي هو 10، يطلع معايا يا مستر السرعه المتجهه. هو طلب المقدار بس، لان انا مش هعرف اجيب اتجاه من الرسم البياني. خلصت. تمام. هنا بيسألك بيقول لك أهمية السرعة المتجهة للرياح بالنسبة للرحلات الجوية. بصوا يا شباب، السرعة المتجهة دي بتفيدني بإيه؟ بتفيد الطيار اللي بيسوق طيارة، لأن يا شباب الطيار وهو ماشي فوق بيكون في اختلاف في الضغط في الهواء اللي موجود، لأن الضغط كل شوية بيختلف، لأن يا شباب الطيار اللي ماشي فوق في طبعا مطبات في الجو، في حاجات كتير جدا أنت مش بتبقى واخد بالك منها، الطيار هو اللي بيلاحظها. في اختلاف في الضغط الجوي في المناطق المختلفة فوق سطح الأرض، وده بيأثر على حركة وتؤثر على حركة الأرض حوالين محورها من الغرب للشرق في اتجاه الرياح، وده بيأثر في مقدار السرعة المتجهة للطيارات، لذا يلزم أن يراعي الطيارون اتجاه الرياح. تعال نشوف بقى احنا الكلام ده. قال لي يا مستر ده هيوضح مسار رحلة طيارة بتقطع مسافة ثابتة بين مدينتين س وصاد ذهابا وإيابا، طيارة ماشية من مدينة س لمدينة صاد، فده اتجاه الحركة بتاعة الرياح. تعال نشوف بقى ايه اللي هيحصل عند إقلاع الطيارة. إقلاع دي معناها لما الطيارة تطير، يعني لو الطياره بتاعت حضرتك ماشيه في نفس اتجاه الرياح، يعني لو الطياره بتاعتي ماشيه في نفس الاتجاه الرياح من المدينه صاد اهو باتجاه الشمال الشرقي نحو المدينه س اهو، ماشيه كده اهي الطياره في اتجاه الشمال الشرقي نحو المدينه س. قال لي طالما ماشيه في نفس اتجاه الرياح، يعني الرياح ماشيه مثلا في الاتجاه ده والطياره ماشيه في الاتجاه ده، قال لي هيزداد مقدار سرعتها المتجهه، السرعه المتجهه بتاعتها هتزيد لان هي في نفس الرياح، فهيقل زمن الرحله، هتوصل بسرعه، وكمان هتقل كميه الوقود المستهلكه، يعني مش هيستهلك وقود كتير. انما لو الطياره عملت اقلاع عكس اتجاه الرياح، يعني ماشيه من المدينه س باتجاه الجنوب الغربي نحو المدينه صاد اهو، ماشيه من المدينه س كده اهو نحو المدينه صاد اهو في الجنوب الغربي اهو، تمشي كده تمام. وبالتالي قال يا مستر هي ماشيه عكس اتجاه الرياح، فهيقل مقدار سرعتها المتجهه، فلما يقل بسبب مقاومه الرياح هيقل حركه الطياره، ما الرياح ماشيه عكس الطياره عماله تخبط فيها وتزقها، الطياره عايز تمشي كده
والرياح بترجعها كده، فبالتالي سرعتها المتجهه هتقل بسبب مقاومه الرياح، فهيزداد زمن الرحله على ما الطيارات توصل، هتاخد وقت كبير، وبالتالي كميه الوقود اللي الطياره هتستهلكه على ما توصل للرحله بتاعتها هيبقى اكتر يا شباب من كميه الوقود لو ماشيه في نفس الاتجاه. كانك بالظبط بتجري في اتجاه الهواء، فالهواء هيخليه يسرع سرعتك، انما انت بتجري والهواء بيقاومك من قدام، فاكيد انت الزمن بتاعك هيزيد على ما توصل، وسرعتك هتقل، وكميه الوقود اللي انت محتاجها هتزيد، زي ما انت ماشي بعربيه بالظبط ماشي في اتجاه الرياح، فالرياح بتساعدك وانت ماشي في الطريق، وبالتالي بتقلل زمن الرحله، يعني بتوصل بسرعه، وكمان سرعتك بتكون عاليه، وكميه الوقود اللي انت بتحتاجها بتقل، عكس ما تكون ماشي اتجاه الرياح عكسها، وانت ماشي عكسها اكيد سرعتك بتقل، وكمان زمن الرحله بيزيد، يعني بتوصل في وقت كبير جدا، وكميه الوقود اللي انت بتستهلكها بتقل معاك، بتزيد بتزيد، فانت تبقى عايز بقى تمون كتير في الطريق بسبب الرياح، تمام. لكن انت لو ماشي في نفس الاتجاه بيبقى اسهل بالنسبه لك، فده بالظبط اللي بيحصل في الطياره، تمام. فعشان كده السرعه المتجهه دي عملوها عشان تساعد الطيارين ان هم يحددوا اتجاه الرياح. قال لي علل اهو، بيراعي الطيارون السرعه المتجهه للرياح عند الطيران، قال لي لان اتجاه الرياح طبعا بيأثر على سرعه الطياره، وكمان بيأثر على زمن الرحله وكميه الوقود المستهلكه، عشان كده الناس اللي بتطير بتبدا ان هي تخلي بالها من السرعه المتجهه دي، عشان ده بيأثر، اتجاه الرياح طبعا بيأثر على سرعه الطياره، وبيأثر على الزمن اللي الطياره هتوصل فيه في الرحله، وكميه الوقود اللي الطياره عايزاه. هيعرف بقى الطيار هل هو يحتاج وقود معاه وهو طالع، هل هيحتاج مش هيحتاج معاه وقود، من خلال تحديد السرعه المتجهه. فده بيفيد الطيارين يا شباب، وهم لما بيجوا يطيروا ان هم يحددوا الكلام ده كله، تمام. وبكده يا شباب نكون خلصنا الحصه بتاعتنا النهارده، وبكده اقدر اقول لك بالقلب الاحمر عاش يا بطل، جوه قلب كبير، عاش يا بطل انك خلصت الحصه دي، بجد انا فخور بيك جدا، لانها حصه طويله، دخلنا في حوالي اهو ساعه وتلت، عارف انها حصه طويله، وعارف انها حصه مجهده، وكمان انا تعبت والله العظيم، انا مش قادر خلاص، انا فصلت. وكل شويه كنت بفصل الكاميرا وايه بناخد بريك، عشان الحصه طويله فعلا، وانت مش هتركز الا لو خدنا بريك، تمام. فانا حاولت ان انا اخد بريك معاك كذا مره، فخد انت البريك، كل ما نعمل بريك خد بريك معايا، تمام، عشان ما تحسش بتقل الحصه، بجد عاش عليك يا بطل. وبكده يا بطل اقدر اقول لك ان احنا بفضل الله نهينا الوحده الاولى. والناس اللي بتسال يا مستر انت في جزء انت كنت نسيت تشرحه، لا انا ما نسيتش الجزء ده، ان شاء الله نازل على منصه ايديو شارك، الناس اللي عايز تخش تتفرج عليه باشتراك نازل على المنصه، لانه جزء كبير جدا بجد وخد مني وقت، فانا ما نزلتوش على اليوتيوب، تمام. انا نزلت لك الجزء الاول بس بتاع الدرس الثاني، تمام، انما الباقي ان شاء الله موجود على المنصه للناس اللي مشتركه يعني، تمام. وكده انا نزلت لك الدرس ده كامل، كنت والله هنزل منه جزء بس قلت لا هنزله كامل على اليوتيوب مجانا لكل الطلبه عشان الطلبه تستفيد. وان شاء الله باذن الله هنبدا كورس مع بعض جديد اللي هو كورس الشهر الثاني، هنشرح فيه الوحده الثانيه اللي بتتكلم على حاجه اسمها المرايا والعدسات، وحده لذيذه جدا جدا وجميله، بتتكلم عن المرايه وازاي الصوره بتتعكس، وكمان الكلام ده كله حاجه لذيذه. فاكر بقى انت يا عسل المسطره اللي انت استلمتها في اول الترم اللي هو لما جبتها مع الكتاب، هنحتاجها ان شاء الله في الوحده الثانيه اللي هي المرايا والعدسات. وبكده يا بطل اقدر اقول لك ان احنا خلصنا الوحده الاولى بكل تريكاتها وبكل افكارها، هنحاول باذن الله نعمل مراجعه بسيطه كده عليها وامتحان شامل عشان نخش في الوحده الثانيه في اسرع وقت ممكن باذن الله. عاش عليك يا بطل بجد ان انت وصلت اللحظه دي، ما تنساش بقى تعمل لايك بالله عليك، عشان اللايك ده بيوصل الفيديو لاكبر عدد من الطلاب، وده بيساعد ان المجهود بتاعي ما يضيعش، وانا نفسي انجح زي ما انت نفسك تنجح بالظبط، وعايزين نوصل لاكبر عدد من الطلبه باذن الله. فحاول تعمل لايك، لان اللايك بيخلي الفيديو ينتشر وناس كتير جدا تشوفه، وكمان يقدروا ان هم يستفيدوا زي ما انت ما استفدت. بجد عاش عليك، بحبكم في الله، طلاب ثالثه اعدادي اقوى طلاب، وافتكر دايما ان طلاب مستر عاطف بجد غير اي حد. لو عايز تكمل حل على الدرس ده ما تنساش تبعت لي رساله على الواتساب تقول لي يا مستر عايز اشترك في كورس الحل، احنا بنحل فيه كتاب الامتحان والاضواء والمذكره بتاعتنا وتدريبات الوزاره والتقييمات اللي بتنزل. بالتوفيق يا بطل، عاش عليك لو وصلت اللحظه دي، اشوفك على خير في الحصه الجايه، والسلام عليكم.